يا هلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، ورجعنا لكم بحماس كبير في بداية الموسم الثاني من حكايتنا الأسطورية. وزي ما تعودنا دايما حابب أقول لكم من كل قلبي شكرا دايما على وقتكم الذي لا يقدر بثمن ودعمكم المستمر اللي بيشجعني أكمل. وفي حلقة النهاردة ركزوا كويس قوي، لأن في كلمة سرية هتظهر في نص الأحداث، وأول ما تسمعوها انزلوا اكتبوها فورا في الكومنتات عشان أعرف مين المتابعين الرايقين اللي مكملين معايا ومصحصحين للآخر. فجهزوا مشروبكم التمام وارزعوا اللايك المتين واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ولو لسه ما صليتش على النبي صلي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويلا بينا نغوص في أحداث الموسم الثاني. والزعيم كمان بينصحها إنها تاكل كويس قبل ما تطلع على الطريق. والسيدة شياو خايفة جدا وبتسأل بقلق السيد لو يقصد إيه، وبطلنا لو ومساعده بيبصوا لقدامهم. والزعيم بيسأل البنت إيه نوع العقاب اللي الست دي هتتوقعه، وسيدي بيميل راسه لتحت وبيبتسم شوية وبيقول إن السيدة شياو ارتكبت حوالي 100 جريمة، وعشان كده عقوبة الإعدام هتتجهز لها. والسيد لو بيغمض عينيه وبيبتسم برضا وبيسأل هل الحقيقة دي بتعني إن دي مسألة حياة أو موت؟ والست متوترة جدا، وسيدي بيبص لقدام وبيبتسم بخبث وبيقول إنهم ناقشوا الموضوع مع العشيقة التانية، فكام حالة وفاة هتكون أكتر من كفاية. والزعيم بيدي ظهره ليها وبيضحك بصوت واطي وبيسأل نفسه المفروض يتمناها إيه للست دي وهي في حالة رعب. والسيد لو بيتمنى لها موتة سعيدة. وبعدين الزعيم ساب الأوضة دي وأمر مساعده إنه يطلع الست من الكبسولة لأن ده تضييع للموارد. والموظفة بتوافق مع سيدها، والسيدة شياو بتخبط على حيطة المكان وبتطلب من بطلنا لو يستنى، وبعدين بتقول إنها مش عايزة تموت ومش عايزة تصدق في أحلام إطالة عمرها، وهي خايفة وبتفتكر الوضع اللي اتعرض عليها. والأنسة شياو بتبقى كئيبة أكتر وبقها مفتوح وبتقول إنها هتتطوع. والبنت السمرة بتلف وبتبص لقدام من غير أي مشاعر. والزعيم بيكشر ويبص بعيد وبيكلم الست اللي هي السيدة شياو وبيقول لها إنه مش عايز يجبرها، فهي بتفتح بقها وبتقول بصوت عالي إنها أخدت القرار ده بنفسها وإن ده رأيها هي بس. والسيد لو بيبتسم شوية في اللحظة دي وبيلف بابتسامة راضية وبيقول إنه بيحب الناس تعرف أكتر عن ظروف القرار. وبعدين بينصح الست إنها تستمتع بإنها قادرة تتنفس. والسيدة شياو متوترة جدا وبتتنفس بصعوبة، وسيدي بتبص لسيدها، والبنت بتتفرج على رئيس النادي الأبدي وهو بيمشي. وبطلنا لو بينده لها وبياخدها وراه لبيت أبيض بعناصر صفرة، والبنت بتحط إيديها ورا ظهرها وبترفع راسها. والسيد لو بيبص لموظفته وهو قاعد بفرض سيطرته على مكتبه، وبيقول إنه ما يقدرش يمنع نفسه من الاعتراف إن موظفته عملت شغل ممتاز في المهمة. وسيدي بتشكر مديرها وبتقول إنها هتقدر تتباهى بقدراتها. والزعيم بيحط إيده على دقنه وبيقول إن بانج عين شخص مثير للاهتمام. والبنت متوترة وبتسأل لو بطلنا لو موافق على اقتراحها، وتوضح إنها تقصد فرصة إنها تخليه الضامن بتاعها. والسيد لو بيفتح بقه بهدوء وبيرد إنه موافق على الاقتراح. والزعيم بيمد إيده لقدام والبنت بيلفها نور ذهبي وتترفع في الهواء. والبنت متوترة جدا وقرص ذهبي بيظهر حواليها وعروق في وشها ودراعاتها بتوسع وتبرز. وبطلنا لو بيبص لتحت وبيعمل حركة غميزة بكف إيده ويهني موظفته على ترقيتها. والبنت بتنزل بمهارة على أرضية المكتب وبتتنهد جامد. وسيدي بتبص لسيدها الواقف وساند بإيديها على الترابيزة وبيقول إن الاتفاق تم من الطرفين، بس التأثير ممكن يخلي البنت تحس بتعب لفترة. وهي بتفتح عينيها واسع وتبتسم بفرحة. وسيدي بتسأل السيد لو دي فعلا قوته، وبتضيف إنها دلوقتي قادرة تحس بالزمن. والزعيم بيقف على رجليه وحاطط كفوفه في جيوبه، وسيدي بتقوم على الأرض وبتقفل إيديها على شكل قبضة وبترفع راسها لفوق وبتقول إنها هتروح إنجلترا كتسخين. في سما ضلمة مليانة نجوم فوق مدينة كبيرة، والبيوت موجودة في شارع من الشوارع. في حد بيقول إن سنين كتير عدت ونتيجتها إن الشخص التاني اتغير جدا، وجاومينج بيبص قدامه باستغراب، والشخص المجهول بيسأل الشاب اللي كان يعرفه زمان راح فين. وفي أوضة في شقة مجهولة عالم بيئة بيقول إن اللي بيكلمه شكله تعبان جدا، والشخص اللي بيلبس دقن بيفتح بقه وبيسأل صاحبه من زمان لو فاكر ابنه، والشخص التاني بيرد إنه طبعا ما نسيهوش لأنه موهوب جدا. وكالفين بيغمض عينيه ويهز راسه وبيقول إن طفله قريب هيسيبه لوحده، وجاومينج مستغرب جدا من الحقيقة دي. والراجل اللي بدقن ماسك جهاز في إيده وبيقول إن ابنه عنده مرض وراثي من ساعة ما اتولد، وكالفين بيكشر ويمسك راسه بإيده وبيقول إنه جرب طرق كتير عشان ينقذ طفله زي ما عمل لما حاول يساعد مراته.
والراجل بيميل راسه لتحت وبيفتح بقه وبيقول إنه طلع فاشل عادي لأن معرفته كانت ملهاش أي لازمة. وصورة جاومينج هنا على شاشة الجهاز الإلكتروني، وبينده على صاحبه من زمان باسمه اللي هو كالفين، وبيطلب منه ما يكتئبش، وبيمتم بحاجة عن إزاي الأخبار دي مفاجأة. والراجل الحزين قاعد على الكنبة في شقته وبيكشف اسم طفله اللي اسمه سميث، وبيقول إنه هيموت قريب. وأستاذ البيئة بيكلم اللي معاه وبيقول إنه عارف إن معرفته متورط في مشروع سري وممكن يكون متراقب دلوقتي. وبعدين بيسأل لو كان مناسب للراجل إنه يتكلم دلوقتي بالنظر للأسباب دي، وكانلين مستغرب جدا. وفي بيت من البيوت الشبابيك بتنور أصفر، وبيقول لأستاذ البيئة إنه هيكون مرتاح أكتر لو اتكلموا في التليفون. والراجل قاعد على الحمام وبيميل راسه لتحت وبيضغط إيده بجهاز على ودنه، وبيسأل صاحبه من زمان إنه يكمل القصة. وجاومينج بيفتح بقه وبيسأل الأب الحزين لو هيسمعه لو قال له إن ممكن يتلاعب بالزمن، وكلمتنا السرية هي الصقر الجارح. وكالفين بيفتح عينيه واسع باستغراب، وأستاذ البيئة بيسأله لو كان هيفتكر إن صاحبه من زمان اتجنن، وبيشجع الراجل يجاوب بجدية. وكالفين بيبص في التليفون وبيقول إنه مش بيعتقد إن الشخص اللي على الناحية التانية من الاتصال ممكن يتحول لمجنون، وبيسأل لو كان بجد يعرف الطريقة. وأستاذ البيئة بيوافق بثقة، والراجل مستغرب جدا وخايف لما بيسمع المعلومة دي. وجاومينج بيبص قدامه بحزم وبيقول إنه حاليا شغال في مشروع كبير جدا، ورؤسائه هم السيد لو اللي هو تاجر زمن وجوهر، والمهمة دي هي تنفيذ خطة لصنع عالم جديد. وكالفين بيزم شفايفه متوتر جدا، وجاومينج بيكشر دلوقتي وبيشرح إن مشروع خطة الجينوم اللي صاحبه من زمان شغال عليه هو اللي السيد لو محتاجه. والراجل اللي بدأ بيضغط التليفون على ودنه، وجاومينج بيقول إن رئيس النادي الأبدي مش قادر يعالج ابن كالفين وهو في حالة صدمة ورعب. وأستاذ البيئة بيضيف إن الزعيم يقدر يدي سميث وقت اللي الناس دايما بتفتقده بشدة. والراجل اللي بدأ غمقة بيزم شفايفه وبيميل وهو قاعد على الحمام، وجاومينج بيدعو صاحبه ينضم لفريقه لأنهم في الحالة دي هيقدروا يصنعوا عالم جديد بإيديهم. وبيأكد بحماس إن الصنع ده هيكون خلاص لكل البشرية وهيسمح بجولة جديدة من التطور. وكالفين بيبص لتحت بحزن، والراجل بيبص لفوق بحزم وبيسأل السيد لو يقدر يدي ابنه وقت قد إيه. وجاومينج بيميل راسه لتحت ويبص للجنب وبيرد إنه كفاية إن كالفين يلاقي طريقة يعالج بيها طفله. والراجل بيضغط إيده بالتليفون على ودنه وبيقول إن رئيس النادي الأبدي عنده القدرة على صنع حياة جديدة ويقدر ينقذهم من الموت. وكالفين قاعد على الحمام وبيقول بحزن إنه في الوقت الحالي ابنه تحت الوصاية فما يقدرش يمشي ويسيبه لوحده. والراجل بيميل راسه لتحت وبيكشر ويبص بعيد ويفتح بقه. وكالفين بيجادل إنه لو الرئيس محتاج مهاراته فخليه الأول يخرج ابنه من الموقف اللي هو فيه. والراجل اللي بدأن بيبص قدامه بحزم وبيأكد إنه في الحالة دي هيكون مستعد يحلف بحياته للمنقذ. وأستاذ البيئة بيبعد التليفون عن راسه بتفكير، وجاومينج جنب بطلنا لو بيقول إن ده بالضبط اللي حصل في الموقف. والزعيم بيميل راسه لتحت ويبص قدامه باهتمام، وبيسأل اللي بيكلمه لو قصته معناها إن كالفين هينضم ليهم لو قدروا ينقذوا ابنه. وأستاذ البيئة بيوافق بصوت عالي جدا مع الرئيس بتاعه، وبيطلب منه يفكر في حقيقة إن الراجل ده حقق نجاح ضخم قبل ما يوصل سنه، وإنه كمان عمل تسلسل ل1.5 مليون كائن حقيقي النواة حوالين العالم. والبنت السمراء بتغمض عينيها بتعب وبتبتسم وتهز راسها، وبتلاحظ إنه مستحيل ننكر إن صاحب جاومينج عنده الجرأة يعمل وعود بتعرض حياته للخطر. والسيد لو بيضيق عينيه ويبص قدامه باهتمام وبيسأل أستاذ البيئة إيه مدى سوء حالة ابن كالفين. وجاومينج وبطلنا لو بيبصوا في اتجاه معين، والزعيم بينده على واحد من موظفينه باسمه اللي هو بانج. والمحارب الشاب بيقف وبيتنفس بصعوبة وبيقف عند مكتب مؤسس النادي الأبدي. والزعيم بيسأله سؤال عن إزاي تدريب فريقته ماشي، وبانج بيرد بصوت عالي جدا إن موظفينا الجدد عندهم موقف عظيم وده السبب إن الظروف بتتحسن للأحسن. والمحارب الشاب بيميل راسه لتحت وبيكشر وبيقول إنهم خضعوا لسنين من التدريب ووصلوا لمستوى القوات الخاصة، وفي اللحظة دي هم في قمة المشاعر ومستنيين ياخدوا مهمة. والراجل اللي بشعر غامق بيبص قدامه بحزم وبيقول إنه لسه عنده مشكلة. وبطلنا لو بيلف راسه على الصوت وبيبص بحماس وبيسأل لو المشكلة دي خطيرة كفاية. والمحارب الشاب بيبقى كئيب أكتر وبيقول إن العساكر الجدد ناقصهم ثقة وصلابة، وده السبب إن الناس دي مش على نفس
نفس مستوى العساكر اللي عندهم خبرة، والسيد لو بيكشر ويزم شفايفه وبيتسائل لو كان الطلبة دول فعلا ناقصهم العامل ده. وبانج بيستغرب لما بيبص للزعيم وبيصرح إنه معجب بقدرة موظفينه على تقييم التفاصيل المختلفة للصورة الكبيرة، وبعدين بيلاحظ إنه بقى عنده خبرة أكبر بكتير. وبطلنا لو بيرفع راسه ويبص قدامه وبيتأمل إمكانية فرض تسريع زمن مضاعف على الأفراد دول، وبعدين بيتسائل لو الإجراء ده هيعوض نقص الخبرة القتالية. والبنت السمراء بتوطي راسها وتبص لتحت بتعب، والزعيم بيفكر في إزاي ذاكرة العضلات والخبرة حاجات مختلفة، وبعدين بيفكر يديهم مهمات مختلفة أكتر. وبانج بيرد على صوت مديره، والزعيم بيقول إنه عنده مأمورية لموظفه، والمحارب الشاب بيوافق بصوت عالي جدا مع السيد لو. والرئيس بيفتح دراعاته واسع وبيميل بيهم على الترابيزة، وبيقول إن تابعه محتاج يرافق شخص مهم. وبطلنا لو بيقوم من مكانه ويبص لتحت بجدية، وبيقول إنه ضروري يجيب له مواد سرية من معهد البحث. الشاب بانج كان مستغرب جدا، وبطلنا لو صرح إن المهمة دي ما بقتش سهلة. وبعدين السيد لو سأل وقال لو دي مناسبة للمقاتلين الجداد عشان يكتسبوا خبرة قتالية. بانج رد وهو بيترعش من الترقب، وبيبتسم وبيكشر وبيبقى جدي أكتر، وكلم سيده بصوت عالي جدا وأكد له إن الموضوع ده هيخلص قريب بشكل مثالي. وفي واحدة من مدن أمريكا في كتاب خاص معين كان في مرضى وعمال رعاية صحية بيمشوا في ممرات المستشفى. الشاب بيزق عربية وبيدندن أغنية، وراجل بشعره قصير بلون الكاكاو حاطط سماعة في ودنه والجهاز الإلكتروني في ودنه بيعمل أصوات. حد سأل اللي بيكلمه سؤال عن إمتى يقدر يمشي من المستشفى دي، وبعدين اشتكى وقال إنه حاسس بملل في المكان ده لأن الممرضات أخدوا الكونسول بتاعه. كالفين قال وطلب من ابنه إنه يرتاح ويستنى بهدوء اللحظة اللي هيبقى فيها أحسن، وقال إنه أكيد هيشتري له كونسول جديد. سميث كان نايم على السرير وهو متوصل بأجهزة طبية، ورد وقال إن الجهاز الإلكتروني ده كان من إصدار محدود، وقال إنه لو أبوه عايز يشتريه للولد فهو اسمه بلاي ستيشن رقم 5. الراجل اللي بدقن كالفين ابتسم بطيبة وهز راسه ووافق مع طفله. سميث لف الناحية التانية وتمتم بحاجة عن إزاي الكلام ده كدب لحد ما يجيب له الحاجة. باب الأوضة زيق وهو بيتفتح، وشاب مشبوه بشعره قصير بلون الكاكاو دخل أوضة المريض. الشاب ده لف للولد وأكد له إنه محتاج يرتاح، وبعدين لف للأب اللي في منتصف العمر كالفين وبلغه وقال إن وقت الزيارة خلص. الموظف الصحي أغمض عينيه وابتسم وجادل وقال إن كالفين مش محتاج يزعج المريض في الوقت ده. كالفين وافق على الكلام ده على مضض. سميث بص لكالفين والموظف الطبي. الراجل اللي بدقن كالفين سأل ابنه وقال لو فعلا مفيش وقت كفاية للعب، وبعدين ضاف وقال إنه وقت الشغل. الولد وافق على استنتاجات والده على مضض. الراجل والولد خبطوا قبضاتهم، والأب اللي في منتصف العمر كالفين ودع ابنه لحد بكرة. الولد ساب أبوه ليوم. وفي ركن العربيات قريب من مبنى المستشفى كالفين كان باين عليه متضايق جدا وبيترعش من الغضب وبيعض على أسنانه. الراجل اللي بدقن شتم شتايم وحشة، وكان في حد بيمشي في ركن العربيات. كالفين بص لفوق لما سمع صوت غريب ولقى وان وزميله التاني واقفين جنب العربية بشنط. الشاب اللي حالق راسه وان كلم كالفين وقال إنهم تبع السيد لو. كالفين مال راسه لتحت وبص قدامه بجدية. وان شرح وقال إن جالهم أوامر يرافقوا ابنه. الراجل اللي بدقن كالفين باين عليه مستغرب وخايف جدا، وسأل معارفه الجداد وقال لو كانوا أصحاب مع أستاذ البيئة من النادي الأبدي، وبعدين فكر في إنهم شباب جدا. الشباب من الفرقة الخاصة بصوا لبعض. كالفين قال إنه فعلا حابب يثق فيهم، بس الأحسن ما يدخلش في صراع مع ناس من رؤسائه. الراجل وطى راسه وكشر وأشار لأن الشباب اللي زيهم بالذات ما المفروضش يعملوا كده، وبعدين تمتم بحاجة عن إنه غبي. الراجل اللي بدقن وشعر غامق لف المعارفه الجداد، وكان عايز يشتم الشباب دول بصدق، بس كالفين ما بقاش خايف من أعضاء القوات الخاصة بتاعة الزعيم وهو بيشتم بصدمة في اللحظة دي. الراجل اللي بدقن لف راسه ناحية جوه العربية واتفاجئ لما لقى 2 من معارفه الجداد هناك. وان سأل أبوها اللي في منتصف العمر وقال لو كان ناوي يعمل حاجة دلوقتي ولا لأ. كالفين كان متوتر جدا وبيتسائل إمتى قدروا يوصلوا للمكان ده وإزاي ده ممكن يحصل. الراجل فتح عينيه واسع وهو بيبص قدامه وبيفتكر إن بطلنا له تاجر زمان. الأب اللي في منتصف العمر كالفين فتح بقه ومال راسه وبص لتحت باهتمام. كالفين قال إن أستاذ البيئة من ناديهم الأبدي قال إن مديرهم يقدر يمد وقت ابنه، وبعدين سأل وقال لو ده حقيقي.
راجل بشعر أسود منكوش مال لقدام وفتح بقه وطلب من كالفين وقال إنه يبطل كلام دلوقتي، وبعدين حذره وقال إنهم لو مش مرغوب فيهم هنا هيمشوا، بس الراجل هيدفع تذكرة طيارة درجة أولى لرجوعهم. وان بصت قدامها بجدية وابتسمت شوية وقالت إنهم جم هنا عشان يناقشوا خطة معينة، بس وقتهم قليل جدا. الراجل اللي بدقن وشعر غامق كالفين فضل ساكت والعربية لسه في ركن العربيات. المقاتلين حذروا عميل مديرهم وقالوا إنه قريب هيستلم إيميل مزيف وهيحتاج يستخدمه عشان يوجه المراقب للهدف الغلط، عجلة عربية معينة. معارف الأب اللي في منتصف العمر الجداد شرحوا وقالوا إنهم في الوقت ده بيعملوا نفسهم حراس شخصيين اتأجروا عشان يرافقوا ابن اللي بيكلمهم. كالفين كان متوتر جدا وسأل المقاتلين وقال لو كل حاجة فعلا هتبقى بالسهولة دي. الشاب اللي عنده ندبة على خده ابتسم، وكالفين صرح وقال إنه بالرغم من إن خصومهم ما عندهمش قوة خارقة، بس هم صرفوا موارد كتير لتدريب رجالهم. وان كشرت ومالت راسها لتحت وقالت إنه عشان السبب ده ضروري جدا يلتزموا بالخطة دي بدقة، لأنه غير كده ممكن تنتهي نهاية حزينة جدا لمنافسيهم. وفي الممر في مستشفى معينة كالفين كان بيمشي في اتجاه معين، وكل المسعفين بيبصوا عليه بتركيز. الراجل كان خايف جدا وحد نده عليه باسمه. شاب بشعره قصير بلون الكاكاو أغمض عينيه وابتسم وقال إنه تهياله إن كالفين رايح شغله. راجل بدقن كالفين وقف قدام شاب بلبس أخضر وعمل حركة غمزة بإيده، وقال إنه جاله إيميل من صديق بيقول إن في دكتور في عيادة ألمانية يعرف إزاي يعالج ابنه. الموظف الطبي كشر وبص قدامه بشك. الأب ابتسم بفرحة وهز راسه وأكد وقال إنه رايح يجيب سميث في نفس اللحظة، وودع الممرضة بود. كالفين استعجل في الممر. الموظف الصحي بقى كئيب أكتر وحط إيده على وشه وعرى الحاجات معينة. شاب بشعره قصير بلون الكاكاو بص في الاتجاه التاني وسأل مديره وقال لو سمع المحادثة دي والمفروض يعمل إيه بعد كده. الشاب بص بعيد وبقى كئيب أكتر وسأل مديره وقال لو المفروض ياخد إجراءات أقصى. حد واقف في مكان مجهول قال إن الوقت جه لكسر الحدود المسموح بيه. الراجل المجهول ابتسم بخبث وتمتم بحاجة عن بلد اسمها ألمانيا. راجل بتجاعيد شقرة بص قدامه بجنون وقال إن الولد ده ما يهمش ليهم، لأنهم بس محتاجين يخلوا كالفين تحت سيطرتهم. الراجل الأشقر بص من الشباك الكبير وقال إن الخدعة اللي الموظف بتاعه هيعملها قريب مثيرة جدا بالنسبة ليه. وشخصين بيخدموا في فرة خاصة كانوا واقفين في أوضة مستشفى. سميث سأل وقال لو المكان اللي هيوصل له فعلا ألمانيا. الولد كان قاعد على السرير وبيشاور بصباعه على الشباب اللي بلبس قريب جنبه وسأل أسئلة وقال لو هيروح لوحده ولو ده حقيقي. كالفين ابتسم بطيبة وأغمض عينيه وكلم طفله بلطف وشرح إنه في المكان ده ممكن يتعالج وما ينفعش يضيعوا فرصة زي دي. سميث بص لأبوه باهتمام. كالفين قال إن الناس الغريبة دي هتحميه في الطريق. الولد ضحك بصوت واطي دلوقتي والمريض ربع إيده على صدره وبص لأبوه. الولد قال إن كل الناس عارفين إن الطيارات بتعتبر واحدة من أكثر وسائل المواصلات أماناً. كالفين تمتم بحاجة مش مفهومة والراجل اللي بدأن بص قدامه باستغراب. وان وزميله التاني وأبوها اللي في منتصف العمر وقفوا حوالين سرير سميث. الموظف الصحي اللي بشعر كاكاو ابتسم بطيبة وبلغ السيد كالفين وقال إن الشركة رجعت الإيميل ويقدر يبعت ابنه بأمان للعلاج في البلد دي. راجل بدقن وشعر غامق بقى كئيب أكتر وقال دي أخبار رائعة. الشاب فتح عينيه واسع وبقه واسع وبص لوان وزميله بشك. الممرض سأل وقال مين الشخصين دول؟ كالفين بص قدامه بحزم وشرح إن الرجالة دول حراف شخصيين لابنه، وبعدين سأل وقال لو فعلا من حقه يأجر عمال لحماية ابنه. الشاب بشعره قصير هز راسه وعمل حركات غمزة بإيده وقال إن الراجل اللي بدقن فهمه غلط وإن الأفعال دي مسموح بيها. الموظف المسعف ابتسم بخبث ومال راسه وبص قدامه بتهديد وقال إنه هيضطر يبلغ مديره بالحادثة دي. الأب اللي في منتصف العمر كالفين كان خايف. وان كلم عامل المستشفى وسأل لو يقدر يقول للراجل اللي بلبس أخضر حاجة. عساكر من فرقة خاصة حوطوا راجل بدقن كان قلقان جدا. وان قال إن السيد ده دفع تمن غالي جدا مقابل شغلهم. كالفين وافق بسرعة وضاف إنه ما يقدرش يلغي الطلب ده خلاص. الشاب اللي عنده ندبة على خده بص بجدية للي بيكلمه وقال إن الشركة اللي بيشتغلوا فيها بتقدر مهارة زي الالتزام بالمواعيد. وان رفع راسه بهدوء وقال إنهم لو اتأخروا مديرهم هيكون زعلان جدا. الممرض فتح عينيه واسع باستغراب. الحارس الشخصي المزيف شرح إن سيدهم ببساطة بيقدر الوقت. راجل بدقن وشعر غامق كالفين في حالة رعب فكر إن المقاتلين قالوا كل ده على الفاضي لأن الناس من الشركة دي ما بيستجيبوش للتهديدات.
شاب بشعره قصير بلون الكاكاو فرد دراعاته وابتسم وقال إنه بس اتفهم غلط، وفكرهم إنهم في بلد حرة ومحدش يقدر يقيد حرية الإنسان. الموظف الطبي كشر وابتسم بخبث ومال راسه وبص قدامه بتهديد، وقال إنه بس كان عايز يحذرهم إن الشركة هتوفر لهم أتوبيس مخصوص للمطار. وان وزميله كانوا هاديين في اللحظة دي. كلفن خايف جدا وبص برعب الراجل بشعر أسود منكوش اللي اتصرف عادي جدا، وقال إن تطور الأحداث ده هيكون كويس جدا بسبب إنه مش متعود قوي على المواصلات في البلد دي. الموظف الصحي أغمض عينيه وأكد إنه في الحالة دي الاتحاد الأوروبي محتاج يملى شوية أوراق مهمة. سميث وكلفن وحراسهم المزيفين اتفرجوا على مساعد المستشفى وهو بيقفل الباب من بره. الشاب بقى كئيب أكتر، وشخص مجهول كان موجود في مكان مجهول. الموظف الصحي سأله وقال مفروض يعملوا إيه في الموقف ده؟ الشخص ده قال إن الطفل المريض هو الطريقة الوحيدة اللي يقدروا يخلوا بيها كلفن تحت سيطرتهم، وهو بيبتسم بخبث دلوقتي. الرئيس قال إن لو حد حاول ياخد الولد ده منهم هيخلوه يموت. عامل المستشفى مال راسه لتحت واتنهد بتقل وبقى شرير أكتر. المسعفين وكالفن اتفرجوا على الطفل وهو بيتحمل في العربية، وسأل أبوه اللي في منتصف العمر لو كان حاسس إنه أحسن. شاب بتجاعيد شقرة ربع إيده على صدره وبص الراجل تعبان بدقن وقال له إنهم مش هيشوفوا بعض قريب. الموظف الصحي لف راسه وبص قدامه بحماس وسأل أبو المريض لو كان متأكد إن الطفل هيترعي أحسن في مكان تاني عن مستشفاهم. كالفن كان خايف جدا. الشاب اللي باللبس الأخضر طبطب على كتف الراجل وضحك وأصر إن دي كانت مجرد نكتة. المساعد الصحي من الأتوبيس نده لراجل وقال إنهم يقدروا يسوقوا ناحية المطار. الأب اللي في منتصف العمر كالفن لف وقال إن وقته جه عشان يمشي لأنه لسه عنده حاجات ما خلصهاش. الممرض اتفرج على أبو العميل وهو بيمشي ووافقوا عليه بصوت عالي. الشاب بشعره قصير بلون الكاكاو كشر، وعربية إسعاف كانت ماشية على الطريق، وراجل بشعر أسود منكوش كان قاعد جنب السواق. العربية عدت على حقول مختلفة، وظابط الفرقة الخاصة بص للي جنبه وقال إنه مش فاكر إنهم زاروا المكان ده وهم جايين من المطار. وشكله مهجور جدا. السواق كشر له، وعامل المستشفى بقى مهدد أكتر، وإنها حركت حواجبها ناحية قصبة مناخيرها، والعربية انزلقت على الطريق. وكان في بقعة كبيرة من سائل أحمر متساب على الإزاز، وفي مسدس مليان دم على الأرض. سميث كان نايم بسلام على السرير بتاعه. الرجالة من الفرقة الخاصة قالوا إن الطفل في أمان ومحتاجين يكملوا. جثة الراجل الميت خبطت في الأرض بصوت مكتوم. بو بانج كان بيقفل الباب الخلفي لعربية الإسعاف رقم 2 وحاطط إيديه على وسطه وهو بيبص على الجثة المرمية، وقال إن الواحد دايما لازم يفتكر ما يضيعش سلاح في جيبه. فكر شوية لما زميله لفله وسأله بشوية حيرة، وقال يخبيه فين في الحالة دي. الولدين بصوا لبعض بابتسامات خبيثة وهم رايحين ناحية مدخل العربية. وانج قال لزميله يبعت رسالة للراجل الأصلع ده. كالفن رقم 2 سأل وقال لو كان بجد مستعد يعمل كده، وبعدين ضاف وقال إنه كان فاكر إن ده هيبقى صعب جدا عليه. الزميل رد بغضب وقال إنه مش مهتم بده خالص، والمفروض يلتزموا بالخطة. النور الساطع بتاع القمر البدر غطى مبنى ضخم متعدد الطوابق. في الوقت ده كالفن كان ماشي في الممر، ولما سمع صوت إشعار جاي وقف وبعدين بص في الجهاز بوش مذهول. لقى رسالة على تليفونه بتقول إن ابنه في أمان وبيجهزوا يطيروا. بعد ما قرأ المعلومة دي الراجل ابتسم بفرحة ولمعة ظهرت في عينيه، ومزاجه اتغير بسرعة للجدية وكشر حواجبه وفكر إن ده دوره دلوقتي. مشي للباب المعدني الضخم وحط إيده على الماسح الضوئي، وصوت آلي أعلن إن هويته اتأكدت، وبعدين رحب بالبروفيسور كالفن. لكام لحظة الراجل اتجمد وزم شفايفه لخط رفيع، وفكر إن ده كله كلام فاضي وهو بس محتاج يدخل أوضة السيرفر بتاع المعرض. شجع نفسه في سره وقال إن مفيش حاجة مميزة مطلوبة لده وهينجح. لما الراجل فتح الباب أشعة النور بدأت تتسرب للأوضة الضيقة، ومشي حوالين كام صف من معدات السيرفر وبص من ورا واحد فيهم. كالفن بص للفلاشة الفضية الصغيرة اللي في إيده وفكر إن كل اللي عليه يعمله إنه يدخلها، وقرب من واحدة من معدات السيرفر الكتير ودخل الفلاشة في الفتحة بتكة خفيفة. بصلها بعيون خايفة والعرق بينزل على جبهته، واتسائل لو كان عمل كل حاجة صح. الراجل اتنفض فجأة ولف بوش محتار لما سمع باب الأوضة بيتفتح تاني، وبعدين شاف صدى لبس طبي ورجالة مسلحين بمسدسات جريوا بسرعة لأوضة السيرفر،
ووراهم كان واقف ممرض اللي كان متعين لسميث قبل كده. صرخوا بشتايم عالية وقالوا لكالفين يرفع إيديه فوق. شاب في لبس طبي بيئ، عينيه مبينة ابتسامته المفترسة، ولاحظ بصوت واطي وقال إنه ما كانش متوقع يقابل السيد كالفين بالسرعة دي. البروفيسور اتجمد وبصله نظرة محبطة، والممرض ابتسم برضا، والرجالة المسلحين ثبتوا الراجل على الأرض وموجهين مسدس لراسه، وسألوا وقال لو هو بجد مصدق إن صديقه القديم هيساعده يخرج من هنا، وضاف وقال إنهم في الحقيقة عندهم عيون وودان في كل حتة. الشاب اللي في اللبس الطبي فرد ظهره وبص لتحت للبروفيسور بنظرة احتقار، وقال إن من دلوقتي هم عندهم أدلة قاطعة وهيخلوه في الحجز لمدة ساعة، وضاف إن ده أعلى مستوى من المراقبة. واحد من الرجالة اللي معاهم المسدس لف للشاب وسماه ريس، ورمى فلاشة فضية في اتجاهه وهو بيمد إيده. الممرض مسكها بتسقيفة هادية وقال إن لو لسه عايز تخبي حاجة يبقى المرة الجاية محتاج تأجر فريق من المحترفين. ماسك الفلاشة بين صوابعه ورافعها، ابتسم بغرور، وضاف وقال إنك كمان محتاج يكون معاك معدات احترافية. وعينيه وسعت لما كام نور في أوضة السيرفر طفوا. كل اللي في الأوضة بدأوا يلفوا حوالين نفسهم لما سمعوا صوت معروف عالي سأل وقال لو هم بجد فاكرين إنك تقدر تتخلص من الحاجة دي لو شدتها. وضاف بشوية غضب إنه كتب البرنامج طول الليل، فالمفروض ما تقللش من الناس، وهو بيقلد الممرض ريس. الصوت قال إن لو هم بجد عايزين يحسنوا حمايتهم ضد الحرامية يبقى محتاجين يأجروا فريق من المحترفين ويشتروا معدات احترافية. شاب في لبس طبي سأل بصوت عالي بحيرة وقال مين اللي بيقول ده؟ ولاحظ إنه مستحيل حد يدخل أوضة الراديو. مبرق عينيه الخايفة زم شفايفه لخط رفيع وبلع ريقه لما روبرت اللي كان قاعد في الوقت ده في مكتبه قدام الشاشات حط رجل على رجل وقال إنه دلوقتي عنده كل المعلومات عنهم، ولاحظ إنهم دلوقتي باينين عريان قدامه فمفيش حاجة يتكسفوا منها، وهو بيلف للرجالة المسلحين. الريس صرخ بصوت عالي وقال إن الراجل ده لازم يتقبض عليه فوراً. بابتسامة على وشه روبرت رد وقال إن الوقت متأخر. في اللحظة دي التلات بلطجية اتجمدوا فجأة لأنهم اتهاجموا في نفس الوقت، والاتنين المسلحين وكمان ريسهم بدأوا يقعوا ميتين والدم بينزل من بقهم. البروفيسور اتجمد بوش خايف، واتنين عساكر من الفرقة بماسك فضي على وشهم وقفوا وراه. روبرت لاحظ وقال إن المهمة خلصت، وبعدين قال إن ناسهم دلوقتي في حالة غير عادية ونايمين عشان يخرجوا الراجل من المستشفى سليم ومعافى، وهو بيبص من كاميرات المراقبة على الممرات المليانة جثث. المبرمج روبرت طلب من كالفين وقال إنه ما يقلقش لأن كل العقبات كانت في المعهد، وهو بيحول للصورة من كاميرا تانية وشاف نفس المنظر بالظبط، ولاحظ وقال إن كل العقبات اتدمرت خلاص. روبرت بابتسامة راضية على وشه تنى صوابعه على شكل في مقلوبة، والبروفيسور كالفين اللي لسه ما فاقش من الصدمة دم شفايفه لخط رفيع وسمع كلامه عن مهمته الحالية وهو حاطط إيديه ورا راسه. الهاكر روبرت رجع لورا على كرسي الكمبيوتر بتاعه وقال إن الراجل المفروض يجي لهم. الدموع بدأت تتجمع في عيون كالفين المصدومة لما المبرمج روبرت وهو بيلمع نضارته ابتسم وقال إن ده ضروري عشان يلم شمله مع ابنه. في الهواء الطلق في الحوش الخلفي كان في نباتات خضرة كتير، وجوه الأوضة اللي جنبها كان في لوحة بفيش أبيض واسود على ترابيزة. صوت راجل لاحظ وقال إن الشهر ده عدى عليه من غير ما يحس. قاعدين على الجانبين المتقابلين للترابيزة في كراسي خوص كبيرة كانوا وين ولوي. الشاب بقى بيفكر لما البنت قالت إن الوقت حاجة بتضيع بسهولة جدا. السيد لو رفع إيده مسك فيشة بيضة بين صوابعه وسأل وقال عن تأقلم الأب والابن في العزبة دي. منزلة عينيها البنت وين ابتسمت بنعومة وقالت إن كل حاجة باين إنها ماشية كويس للناس اللي نسيت يعني إيه حياة طبيعية، وضافت وقالت إنهم في النهاية أنقذوهم. الشاب بطلنا لو ضحك في الرد وحط رجل على رجل وقال إنه ما كانش فاكر إنه وين لسه هتفكره إنه ياخد باله وهو بيبصلها من تحت جفون نص مقفولة، وعدل نضارته لما البنت أغمضت عينيها وقالت إن الموضوع وصل لدرجة إن من وجهة نظر النادي الأبدي المنظمات والهياكل المختلفة دي ما كانتش حاجة تستاهل يحاربوها، وضافت وقالت إن الأحسن ليهم يركزوا على صنع عالم جديد بدل ما يقلقوا من زن حد تاني. البنت ابتسمت بنعومة لما مديرها لاحظ وقال إنها بقت واثقة في نفسها أكتر. هما الاتنين لفوا للجنب لما صوت ست جه من الجنب، وبطلنا لو شاف يوكي بتقرب منهم وكانت لابسة بدلة شغل وماسكة شنطة إيد،
وقالت إن في أخبار من المعمل، وبعدين بدأت تحكي وقالت إن إيشيدا والبروفيسور أنتوني عملوا تقدم جديد وبيعملوه عشان يعرضوه للرئيس، وهو بيضيق عينيه. السيد لو ابتسم ووافق يروح يشوف، وهو بيفكر إن النهاردة يوم مثير. من أية القصر كان ممكن تسمع يوكي بتقترح إنه يغير هدومه بما إنهم رايحين المعمل، اللي الشاب رفضه فوراً ولاحظ وقال إن ده مش ضروري. في المعمل شاف اسورتين إلكترونيتين سود بشاشات صغيرة. إيشيدا بابتسامة عريضة على وشه قال إن دي أساور توازن طاقة هو اللي صممها شخصياً. الزعيم ومعاه وان ويوكي مالوا على الترابيزة باهتمام وسألوا وقالوا عن إيه توازنات الطاقة دي. إيشيدا الفرحان شاور لهم بإيده ودعاهم يمشوا وراه، ولما كلهم مشوا وراه في الممرات العالية، الراجل العجوز قال إنه لما كان صغير اكتشف إن الشخص العادي بيستخدم بس نسبة قليلة من كتلته العضلية، ولف للتانيين وابتسم وضاف وقال إن الرياضيين المحترفين بيقدروا يستخدموا نسبة أعلى شوية، ولاحظ وقال إن ده كان مثير جدا للاهتمام. بإيد واحدة في جيب بنطلونه، بطلنا له نزل عينيه وعدل نضارته بإيده الفاضية، ولاحظ وقال إن ده بسبب إن الإشارات الكهربائية المبعوثة من المخ للعضلات بتضعف أثناء عملية النقل. ولاحظ كمان وقال إن ده معناه إن العضلات مش قادرة تستقبل الإشارة بالكامل. إيشيدا بص بصمت للرئيس لكام لحظة، وبعدين فجأة اندفع ناحيته، وده فاجئ الشاب. العالم لاحظ بإعجاب وقال إن السيد لو قال كل حاجة صح، وبعدين سأل وقال لو كان هو كمان بيدرس المجال العلمي ده. الزعيم بدأ يتمتم حاجة في الرد. بعد شوية وقت اتفرجوا على تدريب واحد من المقاتلين اللي كان متوصل بيه شفاطات عشان المسح. إيشيدا بدأ يقول إن ده السبب اللي خلاهم يطوروا الإسورة دي، وقال إنه بإنتاج إشارات كهربائية بتردد واطي ده بيقلد نشاط الخلايا العصبية، وكمان بيثير أنسجة العضلات في وقت الراحة. وتخيل الهيكل العضلي لشخص في دماغه، وكمل كلامه وقال إن الإسورة دي بتزود قوة وتحمل وسرعة ومرونة الشخص، وضاف وقال إن ده ممكن يتسمى الخطوة الأولى للإنسان عشان يبقى سوبرمان. ولما بطلنا كان بيبص للإسورة الإلكترونية الصغيرة في إيده باهتمام. إيشيدا مشي للكمثرى الحمراء بابتسامة على وشه. السيد لو سأل وقال لو الحاجة الصغيرة دي بجد تقدر تعمل كده. العالم إيشيدا في الرد على ده سأل وقال لو الزعيم عايز يجربها بنفسه، ولاحظ إنه جهز زوج مخصوص لده. هما الاتنين لفوا راسهم لما سمعوا صرخة ست وشافوا يوكي رافعة ايديها. البنت يوكي صرخت بفرحة وقالت إنها عايزة تجرب وتدي الريس فرصة يجربها بنفسه طواعيها. بعد ما لبست الإسورة، السكرتيرة جزت على أسنانها وغطت عين واحدة وقفلت إيديها على شكل قبضات وهي موطية راسها. حست بتدفق طاقة في جسمها، وبعدين فجأة فتحت عينيها وفكرت إنها حست كأن الطاقة بتخترق جسمها كله. وهي بتخبط الأرض بكعبها الأسود، البنت اتحركت بسرعة لقدام، ولما مشيت للكمثرى وضربتها بقبضتها حصل انفجار صغير وانفجرت لحاجات صغيرة. يوكي أخدت كام خطوة لورا بتعبير مذهول على وشها لما شافت اللي عملته في الكمثرى. وهي بتلف ناحية مديرها، الزعيم ابتسم بتوتر وشاورت على الفوضى وسألت وقالت لو هي دلوقتي هتضطر تعوض كل ده. إيشيدا ابتسم أكتر لما شاف وش السيد لول مذهول وبقه المفتوح شوية. البنت بصت للعالم إيشيدا لما بدأ يقول إن الشخص العادي يقدر يزود نشاط عضلاته ل20% بس بالنظر لكيس الملاكمة. أطراف شفايفه اترفعوا لفوق، والراجل العجوز إيشيدا رمالها نظرة غامضة وقال إن البنت عندها هبة من الطبيعة، وقال إن فكرة جريئة جدا خطرت في باله. واقف على جنب، بطلنا له ربع ايديه وبص لإيشيدا باستياء وسأل وقال لو ده هيبقى كتير قوي واللي طلب منه يرتاح. وإيديها متكتفة ورا ظهرها، يوكي جزت على أسنانها وأغمضت عينيها وسألت وقالت إزاي وصلت لكده وهل ده طبيعي؟ قدامها على مسافة شوية كان واقف بانج بوش محتار. البنت لفت في الاتجاه التاني وهي مغطية وشها الغاضب بإيديها وسألت مديرها بهدوء وقالت لو دي كانت نكتة، وهمست وقالت إن الشاب بانج يقدر يلوي معصم أي حد في لحظة. وهو بيضيق عينيه، السيد لو ابتسم ولاحظ وقال إن بانج شخصيته هادية شوية. وهو بيلف للشاب سأل وقال لو ده فعلا مش سبب للتنازل، هو بس أغمض عينيه وتنهد بهدوء في الرد. كام شخص على الناحية التانية من ملعب التدريب قالوا إنهم بيسجلوا وإن الوقت جه عشان يبدأوا. وهي مكشرة حراجبها، يوكي كشرت شوية وقالت إن في الحالة دي هي هتبدأ الأول. بانج اتفاجئ لما شاف البنت بتبدأ تقلع كعبها، وبعدين اندفعت لقدام رفع ايديها عشان تضرب. الشاب بانج بوش محتار حرك راسه شوية للجنب وتجنب الهجوم، وبوش غير مبالي اتفادى هجوم تاني.
إيشيدا اتفرج بفرحة على المعركة الارتجالية وإزاي الشاب بيتجنب ضربات البنت بسهولة مع زيادة نشاط العضلات، وفتح بقه واسع بصدمة وبيتسائل لو شخص من غير إسورة يقدر بجد يعمل حاجة زي كده. بانج كشر حواجبه وهو بيبص ليوكي ولوح بقبضته ووجه ضربة في اتجاهها، ولما شافت ده البنت رجعت لورا بخوف في عينيها وبعدين أغمضت عينيها لما القبضة قربت جدا، وهي بتاخد خطوات سريعة لورا صرخت بصوت عالي، وبعدين بانج اتجمد وذراعه ممدود. إيشيدا اتجمد في مكانه بعيون مذهولة تماما لما المراقبين فجأة نطوا من أماكنهم وقالوا له إن الشاب بانج كان يدوب هيضرب، وضافوا وقالوا إنه عدى النقطة الحرجة لبياناتهم. متجاهل يوكي اللي كانت بتعيط من الخوف، الراجل العجوز إيشيدا جري للشاب ولاحظ وقال إنه قدر يوصل لمستوى ضخم كده، وسأله وقال لو الشاب هيقدر يطل من وقت للتاني في معملهم في المستقبل. وهو بيتفرج على رد فعل المدرب، السيد لو ابتسم برضا وفكر إن الإسورة بجد تقدر تزود قوة الشخص، بس تدريب بانج على تسريع الزمن طول السنة وخبرته ساعدوه يكسب. وهو موطي راسه، السيد لو رفع أطراف شفايفه لفوق وهو بيفكر إيه اللي هيحصل لو القوتين دول اتجمعوا. الراجل العجوز إيشيدا لف ناحية الزعيم ومدح اختراعه وسأل وقال لو كان ممكن يوفر الأساور دي لكل الأمن. إيشيدا فكر شوية وبعدين التلاتة لفوا على صوت راجل دخل الأوضة، ضحك وقال إن المشروع ده تضييع للفلوس ومش هينفع يجهزوا كل واحد بأساور زي دي. أنتوني مشي ناحيتهم بابتسامة عريضة على وشه وإيد واحدة في جيبه، وقال إن امبارح الراجل العجوز إيشيدا كان بيشتكي إن كل واحدة من الأساور دي هتكلف 1,000,000، ولما البروفيسور قرب من زميله المتسيد كان بيبصله لتحت وكان غضبان من حقيقة إنه بيدس مناخيره في حاجة مش شغله، وضاف بغضب وقال إن الشخص اللي بيخفف الساكي بمية أكيد مش المفروض يحكم عليه. أنتوني عدل كرافته للسودة بإيده وبعدين ابتسم وقال إن ده الفرق بينهم لأن مشروعه قادر يجيب دخل ضخم جدا للنادي الأبدي. إيشيدا اتنفض لما سيد راضي ظهر جنب السيد لو وقال إنه المفروض يصلح علاقته بالبروفيسور أنتوني. الزعيم ووين مشيوا في الأوضة الضخمة اللي فيها معدات ورا البروفيسور اللي وهو فارد دراعاته في اتجاهات مختلفة، قال إن بطارية فائقة التوصيل هتبقى واعدة أكتر بكتير من مادة بتوقف الدم، وإن المشروع ده هيكلف النادي مليارات. وقال إنه اكتشف قبل كده إن لو لفيت جرافين من طبقتين بزاوية سحرية اللي هي قريبة من درجة واحدة، فالجرافين من طبقتين هيبقى فائق التوصيل. البروفيسور وقف بوش راضي وقال إن لو التكنولوجيا دي اتطورت فأي جهاز في العالم هيقدر يوفر تلت الطاقة. وهم واقفين وراه بطلنا لو وين بصوا لقدامهم بوشوش مذهولة، وقدامهم شافوا هيكل ضخم في حقلين منه قرص ذهبي كبير في حالة انعدام الوزن. البروفيسور قال إنه بالرغم من إن المشروع ده لسه في بدايته هو بالفعل اتعامل مع أصعب المشاكل، ولاحظ وقال إن كل اللي باقي هو بس إنهم يخططوا لقدام. وهو بيبص من تحت كفون نص مقفولة، السيد لو عدل نضارته وقال إن دي فعلا شجرة فلوس حقيقية. أنتوني نط من الفرحة لما مديره قال إنه ساعتها هيحتاج يقدم على براءة اختراع عشان يعمل شركة للمواد فائقة التوصيل، وإنه هيدعمه جدا. وين بصت للشاب الزعيم وهو بيلف في اتجاهها بابتسامة خبيثة على وشه وطلب منها تتواصل مع الحكومة بخصوص الموضوع ده، وقال إنه بيعتقد إنهم هيستفيدوا جدا من التعاون مع معمل عالي المستوى كده. وعلى خلفية الطرق الطويلة المتعرجة جنب الساحل صوت راضي اتسمع بيقول إنهم ما كانوش فاكرين إنهم هيردوا بالسرعة دي. بطلنا لو كان قاعد في الكنبة اللي ورا في جيب سودا وساند دراعه على حاجز الشباك، وقال إنه باين إن فكرة بطارية فائقة التوصيل كانت جذابة جدا. ماسك اللابتوب على رجله اللي كان بيكلم بيه وين، الشاب لو لوح بإيده وطلب منها تقول إنه مبسوط جدا بالتعاون مع معمل عالي المستوى كده، ولاحظ إنهم هيحتاجوا يستنوا خطة البروفيسور أنتوني التفصيلية أكتر، ودلوقتي البنت لازم تبدأ تخلص المهمات دي. وقفل غطا اللابتوب والشاب السيد لو رماه على الجنب على الكرسي. بانج اللي كان سايق بص للمدير الزعيم من المراية اللي فوق ولاحظ وقال إن الخطة باين إنها ماشية كويس. السيد لو اللي شعره كان بيطير من الهوا ساند راسه على صوابعه ورد بالإيجاب وقال إن بتكنولوجيا التوصيل الفائق في درجة حرارة الغرفة هم هيكونوا سابقين بقية العالم بسنة على الأقل. بانج وقف قدام المدخل وراجل بره لابس بدلة شغل بدأ يشاور له بإيديه على الاتجاه اللي يكمل فيه. الشاب اللي سايق لاحظ إن الشباب محظوظين جدا إنهم يروحوا القاعدة، وبعدين ضاف وقال إن المكان شكله هادي جدا هنا. بطلنا لو حط راسه على قبضته بابتسامة ناعمة وقال إن الشباب دول حتى مش قادرين يقدروا هم بيخاطروا حياتهم لإيه.
ولما السفينة الصغيرة طلعت عشان تغزو سطح المية قال إن ده بس جزء من هدفهم العظيم، وبص للأرض الخضراء وهو بيفكر إن معهد بحوث صنع العالم رقم 1 كان موجود على جزيرة خاصة اشتراها جانجي. وهو بيبص للمقاتلين اللي كانوا واقفين جنب العربيات فكر إن الغرض من زيارته النهاردة كان السيد لو وهو حاطط إيديه على رجله ابتسم خجول وقال إن أخوها بيتعلم بسرعة. أشلي كانت قاعدة قصاد الراجل هول اللي كان بيمضغ عيش وبيبصله باهتمام، وسألته وقالت لو يقدر يحكي عن اللي حصل ساعتها وهو فعلا قاطع البريطانيين. والراجل هول سألها وقال لو ما قالش كل حاجة. فجأة هو لف ناحية الصوت وهو بيلف للبنت أشلي. هول حط صباع على شفايفه وهس ليها عشان تسكت، وكان في صمت في حوش المبنى الخارجي. البنت ندهت على الراجل اللي راح ناحية المخرج. هو بص من الباب المفتوح شوية وقال إن مكانه اتكشف. البنت سألت وقالت طب وإيه أخبار ليون؟ هول بص من الشق الضيق بعين واحدة ورد وقال إنها مش المفروض تقلق، الشارع شكله هادي وهو أكيد في أمان بس غالبا متراقبين. أشلي صرخت بقلق وقالت إنها هتساعد الراجل هول إنه يشتتهم. هول لف للبنت بابتسامة وقال لها ما تعملش أي حاجة غبية بالنسبة لها، ده هيكون انتحار. هي كشرت حواجبها بشفقة وسألته بقلق وقالت يعملوا إيه؟ وهي قاعدة على الأرض سمعت باهتمام لتعليماته إنها هي وعيلتها يسيبوا المدينة لأنهم ممكن يكونوا متراقبين. وبنظرة حازمة هول قال إنه هيروح شرق المدينة ويتعامل معاهم، وهم المفروض يحاولوا يهربوا من الناحية التانية. البنت أشلي كانت قلقانة وسمعت باهتمام لتذكير الراجل هول إنهم تحت أي ظرف من مفروضش يروحوا على الطريق السريع. القمر البدري كان بينور جامد في السماء فوق المدينة، والراجل هول جري بسرعة ونط من سطح لسطح. الهارب هو ما كانش يعرف إن فواهة مسدس كانت متوجهة لظهره، والعسكري اللي حاطط كوفية على وشه بص في النشان. هول لف وهو بيجري واتفاجئ لما شاف رصاصة بتضرب السطح جنبه، و3 عساكر بلبسهم جري وراه وبيقولوا لبعض يجروا أسرع وإن الراجل الشرير ده هناك. الأشقر هول استخبى ورا حرف السطح وبص من المخبأ ومد إيده وضرب نار وصاب واحد من اللي بيطاردوه. وعسكري بشعر أشقر ملموم شاور على المجرم هول وصرخ إنهم يحوطوه وما يرحموش الكلب القذر، وفي الرد سمع صرخة موافقة. العسكري اتفاجئ لما سمع صوت بيسأل وقال هل والدته قالت نفس الكلام الليلة اللي فاتت؟ وكان في شاب وبنت ماشيين في شارع مدينة صغيرة في نور قمر بدر ساطع. الشاب بطلنا لو كان ماسك ساعة جيب دهب في إيده. يوكي بصت للزعيم بتساؤل وقالت إن هدفهم هول باين إنه في مشكلة ودلوقتي مش هيساعده. السيد لو بص برضا وقال إن دي شخصية مثيرة للاهتمام جدا وهيتفرجوا عليه الأول، وزيادة على كده وقت موته لسه مجاش. ونجمة كانت بتنور جامد في السماء مع قمر بدر، وعلى الطريق حصان أبيض وفارس كانوا بيجروا بسرعة بين التلال. هول لف وقال بصوت عالي إنهم هربوا من المطاردة، وبابتسامة راضية لف للحصان وقال إنه بيجري كويس وصاحبه الجديد أكيد مبسوط إنه سرقه، وإن التدفق الطاحن مش مناسب ليه خالص. الراجل هول لف ولاحظ حاجة وراه وبص بتركيز للتلال وما لاحظش أي حاجة وكشر وهو بيلف جسمه لورا وفضل يبص وراه. وفجأة رصاصة بتعدي فجأة من جنب كتفه، ومن المفاجأة الراجل هول وقع من على الحصان. وبين التلال شخصيات عساكر بمسدسات ظهرت، وهول وهو بيقعد على الأرض شتم فجأة. الحصان مسك الراجل هول المتفادئ من الجاكيت وبقوة شد الراجل اللي بيشهق لفوق ورفعه من على الأرض وهو بيهز بوزه. الحصان رمى الراجل هول في الهوا وبص وراه عشان يتأكد إنه هيقع بالظبط على ظهره. وهول المذهول من اللي حصل نام مسطح على حصانه وباصص لورا، وفجأة عينيه لمعت بشراسة. الحصان جري بسرعة لقدام ووراهم جت صرخات العساكر اللي بيطاردوهم وبيطلبوا منهم يقفوا وبيقولوا لبعض يمسكوه. الراجل المذعور هول لف للحصان واداله أوامر عشان يسرع. الحصان شخر وعينيه بتلمع والعروق على بوزه برزت من التوتر مع فرسه اللي بيسرح من الخوف. الحصان نط من فوق ال3 عساكر وبضربة واحدة، والعساكر اللي ما توقعوش ده بصوا عليه باستغراب. وأخيرا لما أدركوا صرخوا ورا المجرم إنه بيهرب، وعسكري شاور بصباعه على التاني وأمره يولع نار عشان يوصل رسالة. وبخبطة قوية الحصان جري بسرعة لقدام. هول ابتسم وقال إن باين إنه دلوقتي مديون للحصان بكوباية بيرة، بالرغم من إنه باين من شخصيته إنه بيشرب مشروبات قوية بس. وفجأة الحصان وقف فجأة وتنى حوافره الخلفية وساب أثر وراه عشان مناخير الفارس هول تخبط فيه. وهو مغطي مناخيره بإيده الراجل سأل وقال إيه اللي حصل وهو وقف ليه؟ الحصان شخر وبصله بكآبة، والراجل الأشقر هول اللي على وشه آثار دم بص وراه باستغراب وهو مال وحضن رقبة الحصان وسأله وهو بيبص وراه وقال هل حس بحاجة وإيه اللي كان هناك؟
وفجأة مصحوب بصرخة عالية من الفارس هول، الحصان جري تاني وهو راكب بين التلال. الراجل هول قال إنه مضطر يعترف إن ده فعلا حصان مذهل. الوحش اتجه ناحية شجرة قدامها كان طالع شجيرة صغيرة. الراجل هول قال إن الشجرة دي بارزة قوي وما يقدروش يستخبوا هنا، بس الحصان ببساطة بدأ يمضغ ورق الشجيرة. وهو ماسك الحصان من ودنه، هول سرح بغضب إنه بيسخر منه وهم بيهربوا دلوقتي، وكان هيفهم لو كانت فرصة، بس شجيرة توت غرته وهو فكر إن الحيوان ذكي زي الإنسان. وشاب وبنت وقفوا على واحدة من التلال واتفرجوا على المشهد. يوكي ابتسمت وقالت إن الشاب هول ده غريب بابتسامة، وقالت للزعيم اللي ضحك إن الراجل شكله مش موثوق فيه. هي بصت للشاب بطلنا لو اللي رد وقال إنها كانت فاكرة إنه عنده قدرات حقيقية، وهو بيبص للراجل هول بجدية. كمل وقال إنه بس حظه مش مظبوط شوية. هول أرفص جنب الحصان وقال إنه غالبا كان قاسي قوي، وسأل صاحبه قال لو كان شبعان لأنهم محتاجين يجروا بسرعة. وهو بيبص للحصان اللي بيمضغ الورق، الراجل كمل يستنتج وإنه أكيد لوحده، وهو عارف إن في قطيع خيول من سلالة غريبة في طلب عالي جدا عليهم، وهم ميؤوس واللي هيوصل الأول هياخده، وهو فاهم هو يقصد إيه. وفجأة هول لف لما سمع اسمه لأن جزم عسكرية طويلة كانت بتقرب. العسكري الأشقر القائد قال بابتسامة إن باين إنه ما قدرش يهرب المرة دي. هول اتنهد لما شاف العساكر المسلحين محاوطينه، وسأل الحصان وقال لو كان محتاج ياكل دلوقتي حالا وهو هيلاقي له صحبة في حياته الجاية. العسكري بصله بثقة وقال إن مفيش سطوح ولا مباني والمجرم ملوش مكان يهرب فيه. هول بص وراه بتحدي ورد وقال إنهم هيشوفوا الموضوع ده. هول وقف قدام مجموعة من العساكر المسلحين بقيادة قائدهم الأشقر اللي كان شكله جادي جدا. العسكري القائد على العكس ابتسم بابتسامة قاسية، والعسكري أمر الراجل هول يركع. الراجل هول كان شكله خايف، والعساكر وجهوا بنادق متعمرة ناحيته وضربوا نار. الكابتن ابتسم بخبث، وفجأة نظرته بقت متفاجئة جدا لأن الحصان كان بيمضغ حشيش والرصاص المدخن فضل على الأرض والراجل هول اختفى. العسكري سرح بيسأل وقال هو فين؟ والحصان لف ناحية الشجرة وسط صرخات العساكر المذهولين اللي صرخوا بيسألوا وقالوا هو اختفى فين وهل الكل شايف الحصان؟ القائد بحلق بصدمة وهو بيفكر إن ده مستحيل، مستحيل تماما، وكان بيعرق من التوتر وهو بيفكر إن مستحيل تفادي الرصاص. وواحد من العساكر قرب من الحصان من ورا وحط إيده على كفل الحصان، والعسكري اتنهد بحالمية وهو بيغمض عينيه. الحصان بصله بغضب وضرب الراجل الوقح بقوة بحوافره الخلفية ورماه لورا، وأسنان العسكري طارت من قوة الضربة في وشه. الحصان شب على رجليه الخلفية وخوف العساكر اللي صرخوا إنه غضبان وإنهم المفروض يتراجعوا بسرعة، وبضربة واحدة الحصان شتت العساكر اللي بيصرخوا وجري بسرعة. العسكري المتفاجئ قال للقائد إن العساكر اللي انضربوا ماتوا، والقائد جز على أسنانه بغضب غامق وقال إن الاتنين دول طيور من نفس الريشة، وشتم وهو بيلف لتابعه وزميله وإنه بيأمرهم يلحقوهم فورا. الفجر بدأ يبان في الغابة بين التلال والشمس نورت قمم الشجر، وهول كان قاعد على فرع من الفروع التخينة وبيفكر إنه كان هيموت، بس في حاجة غلط. وهو بيمد إيده فكر إن الأوغاد دول ما كانش ممكن يتحركوا بالبطء ده، وعينيه وسعت لما الراجل أدرك إنه هو اللي بقى أسرع وافتكر إزاي جري بسرعة. وهو بيبتسم صرف النظر عن الفكرة وقرر إنها كلام فاضي، وفكر إنهم بس شربوا كتير امبارح. وفجأة لف ناحية الصوت وحصانه الأبيض اللي بوزه شرس كان بيجري ناحيته ووقف بالظبط تحت الشجرة اللي الراجل كان قاعد فيها. وفجأة قعد على مؤخرته وصوت العساكر اللي بيجروا اتسمع ووقفوا متفاجئين وبيقولوا استنى دقيقة، ده نفس الحصان. وبصوا لظهر الحصان اللي قاعد بيتسألوا بصوت عالي وبيقولوا هي بتعمل ايه هنا وليه قاعدة من غير حركة؟ ده كان غريب. الحصان بصلهم من الجنب وبحركة سريعة من حوافره خبط الشجرة بقوة. العسكري المتفاجئ قرر انها تجند تاني، بس فجأة هول وقع من الفرع بالخبطة. القائد شافه وصرخ انه هول وبيأمرهم يمسكوه، وفجأة ومن غير توقع خيال قرب من وشه والعساكر بصوا هناك باستغراب وهو منور. وهول كان واقف وفي ايده سكينة ووراه مرمية جثث العساكر المهزومين. الراجل هول بص لكف ايده باستغراب وهو بيفكر ان لأ ده متهيأله، هو فعلا بقى أسرع جدا، وايه اللي بيحصل له؟ يوكي بصت من ورا الشجرة وقالت إن الراجل هول شكله خايف، وساعة جيب دهب ظهرت. بطلنا لو لف للبنت وقال إنه هيتعود على كده، وهو بس سرع الزمن مرتين ودي حاجة هيضطر يواجهها في المستقبل. الزعيم بص للأشقر المصمم اللي في إيده سكينة واستنتج وقال إن ده هيكون أجن بكتير. والشمس كانت بتطلع فوق المدينة الصغيرة، وكان في مشنقة متعلقة على عمود خشب، وعسكري كان بيقود بنت رجليها متأيدة وإيدين البنت كانت مربوطة ورا ظهرها وكيس محطوط على راسها.
وهي بتطلع درجات المشنقة عسكري صرخ فيها بغضب عشان تمشي أسرع. الكابتن وقف عند الحبل وفرد دراعاته للجنبين وقال إنه بيعتقد إنه بيتكلم بلغة مفهومة للكل، وإن أي إيواء لمجرم بيخليك أوتوماتيكياً عدو للبريطانيين. سكان المدينة اللي اتساقوا عشان يتفرجوا على الإعدام العلني سمعوا بكآبة كلام الكابتن، وإنه باين إنه كان مقدرهم بزيادة لأنهم أحفاد منفيين وعبيد. الكابتن كمل بكآبة وقال إنهم ما يعرفوش إيه هو الامتنان خالص، ولف بكآبة وكيس اتشد من على راس البنت دي واللي كانت آشلي. السكان قرروا اسمها بخوف وهم بيتعرفوا عليها. الكابتن بصلهم بغضب وقال لهم يشوفوا إيه اللي بيحصل للخونة، وحط حبل حوالين رقبة البنت ولف بكآبة لرجاله وقضى أمر عشان يخلصوا عليها، ورمى المسدس بعيد وبعدين نشن بالتاني. العسكري التاني طار لورا بعيد وانضرب برصاصة. هول لف بسرعة ورفع إيده بالمسدس وعينيه وسعت باستغراب. الكابتن ضحك وقال إن الراجل هول فعلا يقدر يتفادى الرصاص وهو ماسك آشلي اللي كانت بتصرخ من الخوف تحت تهديد السلاح، وسأل بابتسامة وقال لو هي كمان تقدر تعمل كده. هول صرخ بصدمة وقال إنه ما يعملش كده. الكابتن بصله بابتسامة وقال إنه بصراحة يا إما الراجل هول يموت أو هي تموت. عسكري مسلح ظهر على السطح ورا الكابتن وسأل وقال هيختار إيه، والعسكري اللي لابس طرحة نشن، والكابتن سأل وقال لو الراجل هول عارف إيه أكبر مشكلته وهو بيبين شجاعته وعدم خوفه. الفوهة اتوجهت والكابتن كمل وقال إن البطولة البائسة دي عمرها ما بتجيب نتيجة كويسة. رصاصة انضربت في قوس وهول لورا وهو بيصرخ وبيوقع مسدسه. صوت ضرب نار رن فوق السطوح وكلهم بصوا لفوق باستغراب، والتعبير الكئيب والوافق على وش الكابتن اتغير لمفاجأة. سكان المدينة لفوا وبصوا وراهم باستغراب. العسكري اللي واقف على سطح المبنى بمسدس اترنح ووقع لتحت وبصوت مكتوم وقع على راسه على الأرض. الكابتن سأل بذهول وقال إيه اللي بيحصل، وآشلي اللي واقف على المشنقة كمان كانت متفاجئة. وحوالين ناصية واحد من البيوت وقف خيال راجل بمسدس، وواحد من السكان بص بحزم للكابتن. هول لف وشكر الراجل اللي اسمه ليون بابتسامة. آشلي غطت عينيها من صرخة الكابتن العالية اللي صرخ وقال إنهم اتجرأوا يضربوا نار على عسكري بريطاني، وسمى الكل نكرات. هول اندفع لقدام بعيون بتلمع، ورئيس العساكر مسك البنت وقرص رقبتها بدراعه. فجأة هول السريع جري عليه واللي حرفيا طير المسدس من إيده ومسك البنت الخايفة في دراعاته، وبضربة قوية وش الكابتن كله اتدمر بفك مخلوع، وبصوت تكسير وقع على الأرض. الكابتن وقف والدم بينزل على وشه ولف راسه وبص للراجل هول اللي واقف على منصة المشنقة وماسك بثقة آشلي المتفاجئة في دراعاته. العساكر وسكان المدينة بصوا عليه باستغراب، ورجالة المدينة قرفانين باستغراب وبيقولوا إن ده هول وسرعته عظيمة وإزاي ده ممكن. الكابتن المتغرق بالدم لف بعد ما سمع كلامهم. هول صرخ بغضب وهو بيكلم سكان المدينة بكلمات، وقال إنهم بيحولوا بيوتهم لجحيم، وإن الناس الوحشة دي كانت بتاخد محاصيلهم، وهل هم فعلا اتولدوا عشان يبقوا عبيد؟ السكان سمعوا باستغراب لكلام الراجل هول إنهم بيهينوا زوجاتهم وبناتهم. هول حط البنت آشلي جنبه وقال بصوت عالي إن المقاومة بدأت بالفعل في الشمال، ولحد إمتى هيستخبوا؟ الرجالة سمعوا الكلام عن إنهم يشيلوا سلاح طول ما ربنا معاهم، وهو جمعهم كلهم، والسكان كرروا باستغراب وقالوا هل هو قال ربنا؟ هول صرخ بغضب وهو بيدعو يبعتوا الغزال الجحيم. الكابتن ساند على إيده وهو بيقف وقال إنهم كلهم مجانين، وصرخ بغضب بكل قوته وأمر العساكر يضربوا نار ويقتلوهم كلهم. العساكر رفعوا بنادقهم ونشنوا على الناس، والسكان بصوا ليهم بصدمة. هول حارب بقوة وإن كان في أهداف كتير جدا ومش هيلحق يخلص بسرعة، فجري وهو بيفكر إنه لازم يوقفهم. رصاص انضرب من كل البنادق وهول بص بذهول وهو بيجري. فجأة كل السكان اتجمدوا كأنهم متغطيين بفلتر أبيض واسود، والراجل هول وقف باستغراب وسأل وقال إيه اللي بيحصل؟ بص لفوق باستغراب وخيال راجل بنضارة نزل من السما في نور وهو بيمد إيده. الزعيم ابتسم برضا وهو بيتنهد وقال أنه لحق بخبطة ورجليه لمست الأرض، ويوكي نزلت جنبه ووقفوا قصاد الراجل هول اللي رجع لورا منهم بصدمة. وهو مصدوم سأل وقال هم مين؟ يوكي اللي كانت واقفة ورا الزعيم ترجمت وقالت إنه هو اللي كان بيساعده. السيد لو بصله بهدوء للي بيكلمه وقال إنه منبهر جدا بمهاراته القتالية وقوة ملاحظته وصفاته القيادية، وقال إنه عنده الموهبة اللي هو محتاجها. هول بص للجنب بصمت، والرصاص اتجمد في الهوا وهو قال إن ده كمان كان نتيجة مساعدة بطلنا لو. الزعيم وطى راسه شوية وسأل وقال لو الراجل هول عايز يبقى الملك هنا. هول بص له باستغراب وبص لتحت بتفكير وما قالش حاجة، وبعدين رفع راسه وبدأ يقول إنه بيرفض. السيد لو بص له من تحت نضارته وهو مستني. هول بص له بحزم وخلص كلامه بإنه بيرفض. بطلنا لو زم شفايفه وبص لهول بوش محتار لما سمع رفضه وهو بيقرب منه.
هول ابتسم وحط إيديه ورا راسه وقال إنه لو عايز يجند حد فالأحسن يروح الشمال. أطراف شفايفه السيد لوط فردت بابتسامة راضية لما الراجل هول اللي عنده ندبة على وشه بابتسامة قال إنه مجرد هارب عادي ومش مناسب خالص، واتجمد باستغراب لما السيد لو سأل وقال يعني إيه هارب عادي؟ الزعيم بصله بنظرة خبيجة وقال إنه في يوم من الأيام قاد مظاهرة وحتى حرق مخزن المستعمرين، ولاحظ وقال إن ده أكيد مش هارب عادي. لما هول سمع الكلام ده عينيه وسعت. السيد لو نزل عينيه وبص لكف إيده اللي بيلمع بنور ساطع، واللي بعدها بلحظة ظهرت فوقه ساعة جيب دهب، وقال إنه عمل تحضيرات كتير قبل ما يدور عليه. الراجل هول اتصدم لما شاف المينا الضخمة، ولما خط أفق المدينة بدأ يتغير. السيد لو ابتسم برضا ولاحظ وقال إن ده ما كانش مجرد كلام فاضي. هول اتجمد ورفع نظرته الشابعة لفوق، ونقط عرق بارد نزلت على وشه بغزارة، ورمى نظرة خايفة للجنب، وفي الاتجاه ده شاف خيال راجل معاه شعلة في إيده. ولما ركز أكتر اتعرف على نفسه في الراجل ده، واتسائل وقال لو كان ده فعلا هو، واتجمد في مكانه وبقه مفتوف وعينيه واسعة وهو بيفكر إن ده كان هو من كام شهر. بس الراجل هول لف للبطل لو وهو بيقول له إنه تاجر زمن بيسافر عبر القرون، وهو راسم ابتسامة على وشه. الزعيم بدأ يقول إنه لو الهارب عايز يقدر يوريه قصة حياته كلها، ولاحظ وقال إن كل اللي بيمر عبر الزمن بيسيب أثر، وبص لحشد الناس الكئيب في الميدان، وإن بسبب انعدام الثقة اللي سببه زيادة الضرايب هو قاد بنفسه التجار والعمال، وبعدها مع بعض حرقوا مخزن المحافظ. بطلنا لو اتفرج على هول بوش كئيب وهو بيسيب الشعلة من إيديه وبتتبل، واللي منها هو وباقي الناس وقفوا واتفرجوا على النار في المخزن. هول وطى راسه وضم شفايفه الخط رفيع وهو بيسمع عرض التجار إنه يكمل مؤقتا مسيرته العظيمة في الشمال. وهو مغطي عينيه الزعيم قال له إنه يقدر يبقى قائد واستراتيجي، وبصله بنظرته الصارمة وسأله وقال إن يمكن عايز ينتهي بيه المطاف هنا وهو مجرد هارب. من غير ما يرفع نظره هول سأل بهدوء وقال لو كان هيبقى ليه أي فايدة. وهو بيبصله من تحت حواجبه بطلنا له ابتسم وسأله وقال لو كان هيندم على حياة زي دي. هول بوش كئيب رد وقال إنه مجرد شخص ملوش أهمية، وأكبر مساهمة عملها هي إنه قعد على السلالم جنب واحد من المباني ووطى راسه وقال إن المساهمة دي كانت مجرد نوع من التخريب، وبالمقارنة مع كل الشخصيات العظيمة فمبادئه ببساطة مضحكة. وهو بيفتكر نفسه قاعد بعباية طايرة على يافطة المؤسسة بدأ يقول إنه دايما كان مؤمن إيمان راسخ إن ربنا واحد لكل الناس، بس لو في حد بيسلب حريتهم. وبعدين كشر وضم شفايفه ونهى فكرته بكلمات وقال إنهم يقدروا بس يرجعوها بنفسهم. هول افتكر إزاي وهو حاطط إيديه على الترابيزة كان واقف وحواليه ناس زيه وبيقول إنه هيقابل ناس كتير وكلهم بيكافحوا عشان حقهم في الحرية. وهو بيبص لفوق هول قال إنه بالتدريج بدأ يفهم إن الحرية اللي هو كان عايزها. بطلنا له ربع ذراعه على صدره وهول بيفتكر الوشوش المستاءة والقاسية بتاعت حلفائه، ولاحظ وقال إن الحرية دي كانت مختلفة عن اللي هم كانوا عايزينها. ولاحظ إنه بالرغم من إنهم حاربوا مع بعض هم حاربوا مع بعض. وهو بيبص في عيونهم الكئيبة هول فهم إنه بالنسبة ليهم عبيد. هو وطى راسه ووافق إن العبيد لسه بيفضلوا عبيد ومفيش حاجة اتغيرت. وهو مكتف دراعاته على صدره السيد لو أغمض عينيه وقال إنه على نطاق صغير كده بيبقى صعب تحس بالتغييرات، وضاف وقال إن هول دلوقتي بقى مجرم مطلوب. وهو بيبصله بنظرة راضية مع ابتسامة خفيفة على وشه الزعيم سأله وقال إيه اللي بيمنعه إنه يقبل عرضه، وقال إنه ساعتها عنده فرصة يبني دولته الخاصة على حسب مبادئه واللي هتختلف عن مبادئ الشخصيات العظيمة. وهو بيشبك إيديه هول من غير ما يرفع راسه قال إنه ما يعرف، بس باين إنه يعرف قليل جدا عن الناس. وهو بيبصله بتكشيرة فتح بقه وسأل وقال إزاي تبني دولتك في وقت قصير كده، وضاف وقال إنه ما عندوش أي ثقة خالص في الموضوع ده. السيد لو لوح بإيده وسند ظهره على الحيطة ولاحظ وقال إنه هول عنده صفات قيادية ممتازة، وقال عشان كده هو لقاه. هول كشر باستغراب وعينيه وسعت وتساءل وقال إمتى تاجر الزمن؟ بابتسامة خبيثة على وشه وعيون ضلمت قال إنه كمان عنده وقت يستثمره فيها. أطراف شفايف الزعيم اترفعت لفوق وابتسامة اترسمت على وشه وهو بيتكلم عن إعطاء هول سنة ومهمته. بينما هول كان بيسمع كلامه العرق البارد نزل على وشه والصدمة كانت باينة في عينيه. الزعيم قال إن مهمته هتكون صنع دولة حرة على الأرض دي، وضاف وقال إنه كمان هيضطر يساعد في السر ورا الحيطة ويلاقي مواهب وسطهم. وهو بيغطي عينيه بطلنا له ابتسم بحلاوة وطلب منه ما يقلقش، ولاحظ وقال إن الوقت مش مشكلة خالص. الكابتن البريطاني بص للأرض بعيون فاضية وخايفة والدم نزل من مناخيره وبقه في سيول صغيرة وهو بيتهته بعد كل كلمة. ولاحظ وقال إن هول ده كان أسرع من رصاصة،
بينما كان بيكمل يكرر ده، راجل معاه مسدس في إيده كان ماسكه من قفاه، وبصوت مزعج سأل وقال لو الكابتن بجد اتجنن وبدأ يكلم نفسه، وأمره بصوت عالي يقوم من على الأرض. الراجل بابتسامة على وشه لف الحليف ليون اللي كان ماسك مسدس في إيده وقاعد على المشنقة، وقال إنه باين إن الخنزير ده اتجنن خالص. ليون رد وقال إن هو وزملائه المفروض يتحطوا في زريبة خنازير، ولاحظ وقال إن السيد هول ساعتها هيقرر يعمل فيهم إيه. لف الراجل أصلع اسمه ما وسأل وقال المفروض يعملوا إيه في الغنايم، وضاف وقال إنه مستحيل يخزنوا رصاص وبارود في مخزن عيلته لأن كل حاجة هترطب هناك وتبوظ. ما رد عليه بصوت عالي وقال له يخلص، ولاحظ وقال إن ده أمر من السيد هول نفسه. في اللحظة دي هول كان واقف على تل باصص على المدينة وحاطط إيديه في جيوبه وابتسم برضا. هول بص وراه لما سمع صوت مألوف بيقول إن ده باين إنه أول مكسب محترم ليه. بطلنا لو ومعاه يوكي قربوا منه وسألوه وقالوا لو كان قرر يقعد لما كلهم لحقوا بيه. هول رد برضا وقال إنه دلوقتي بما إن الكل بدأ يقاوم بفاعلية فمن المستبعد إن حد يعوز يدعم المستعمرين. السيد لو وافق بابتسامة ناعمة، وبعدين بص لهول وطلب منه ما يقلقش. هول ابتسم واسع وربع ايديه على صدره، ولاحظ وقال إنه عايز يكمل رحلته للجنوب لأنه كان عايز يشوف القارة متحدة. وهو بيبص للمنظر من فوق، السيد لو حط ايده في جيب بنطلونه وهو مؤمن إنه بالفعل عنده خطط معينة للمستقبل، وطلب منه يثق في قلبه ويتصرف. عيون هول بينت شوية خوف لما السيد لو وجه نظرته ليه وقال بصوت جاد إنه بالرغم من كده ما خلصش معاه لسه. وهو بيبصله من الجنب، الزعيم لاحظ وقال إن لما التراب يهدى المفروض يفتكر اتفاقهم. وهو مكتف دراعاته على صدره، هول ابتسم، وبعدين وهو بيبص لفوق بثقة صرح وقال إن مفيش داعي للقلق بخصوص ده لأنه هيوفي بكلمته، لأن في النهاية وهو بيرفع راسه شاف علامة حياته اللي بتقول إن ستيفن هول فاضله سنة عشان يعيش. لوح بإيده وهو بيبص للسيد لو ولاحظ وقال إن اللي قالهوله عن المستقبل معناه إن الانقسامات والصراعات لسه هتبقى موجودة بالرغم من إنهم بيحطوا أساس التاريخ هنا. الزعيم أغمض عينيه ووطى راسه، وهول سأل وقال لو كانت جهودهم مش هتروح على الفاضي لو الصراعات ما اختفتش في المستقبل. بطلنا له فرد كتافه ورفع راسه ولاحظ وقال إن السؤال ده البشرية فكرت فيه كتير قبل كده، بس لحد دلوقتي ما يقدرش يجاوب عليه. وضاف وقال إنه بالرغم من كده لما يشوفوه، هول قام بوش محترم لما الزعيم لاحظ وقال إنه واثق إنه هيلاقي إجابة السؤال ده بنفسه وهيكون راضي بيها. الزعيم لوح بإيده وساعد جب دهب ظهرت فوقه، وبعدها جسم الزعيم نور بنور ساطع وودع هول ولاحظ إنهم هيشوفوا بعض قريب. هول اللي فضل لوحده بص للسما الزرقاء اللي فيها سحب بيضة كتير من غير ما ينزل عينه عليه، وضم شفايفه لما اتفردوا في ابتسامة راضية، وهو كمان ودع الزعيم. الزعيم ويوكي مشيوا في مساحة مليانة مينا دهب كتير. يوكي بصت ناحية مديرها وسألته وقالت هيروحوا فين المرة دي، لأن كور خضرة صغيرة كتير ظهرت حواليهم. بطلنا له ابتسم ولاحظ إنه بما إنهم درسوا فنون قتالية بالفعل فده وقت إنهم يغوصوا في العلم. قرب من واحدة من الكور ونورت بنور ساطع فيها شاف صورة راجل بشعر بني لابس بدلة سودة اللي هو أمبير، ولاحظ وقال إنهم رايحين ليه. وهو بيبص للصورة بدأ يقول إنه في اللحظة دي بطلنا له بعيون خايفة لف وراه بعد ما يوكي طولت عليه بصرختها العالية. يوكي بعيون مدورة وبق مفتوح قالت بتوتر إنها تعرف الراجل ده، وهي بتتخيل خيال ضلمة في دماغها. وطت راسها وقالت إنه همبير وإنه وصف نظرية الديناميكا الكهربائية. وضافت وقالت إنها في الوقت ده بذلت مجهود كبير عشان تدرس فيزياء، ودلوقتي جات ليها فرصة زي دي. بابتسامة متوترة ووش مشدود وعرق بارز على جبهتها لفت لمديرها الزعيم وبدأت تسأل وتقول لو كانت بجد هتشوفه حقيقي وعايش. واقف جنب النور الساطع، الزعيم لو بص ليوكي وطلب منها تلحق بيه لأنه ما كانش عايز يدور عليها. وهو موطي راسه ابتسم وبدأ يعدل نضارته ولاحظ وقال إنه بما إنها فضولية قوي وإيد واحدة في جيبه رفع التانية لفوق، وبعدها مينا دهب ضخمة ظهرت، وقال إنهم أكيد هيتقابلوا لما يتنقلوا في فرنسا. وفي إن الوقت اللي كل البيوت كانت غرقانة في ضلمة الليل، نور كان قايد في واحد من شبابيك المبنى الضخم وهو بيميل على الترابيزة. أمبير خبط بقبضته على سطح الترابيزة بغضب ولاحظ إنه مفيش حاجة ظابطة معاه، وتسائل لو كان ممكن يكون في غلطة في معادلته. وهو بيلمس مذكراته بإيد ساند راسه على التانية وشتم بالفرنساوي، ولاحظ إنه لو كل حاجة لازم تتعمل من الأول يبقى كل الأيام دي ضاعت على الفاضي. ولما نور ساطع قاد وراه، أمبير من غير ما يرفع عينه على الترابيزة قال إنه هيحتاج يبص في تسلسل المفاتيح لأن يمكن لسه في فرصة يصلح كل حاجة. وهو كان غرقان في مذكراته لاحظ بصوت عالي إن كل حاجة في الأماكن دي كانت صح وهو محتاج يبص أبعد.
يوكي مالت للجنب وولحت بإيديها بتحاول تلفت انتباهه، بس أمبير ما تفعلش خالص. بابتسامة على وشه، أمبير صرخ بصوت عالي وقال إنه لقى غلطة ومش هيضطر يبدأ من الأول. وهي بتلف البطلنا لو اللي كان واقف بوش مش عاجبه ومكتف دراعاته على صدره، يوكي غطت بقها بإيده ولاحظت بهدوء وقالت إنه مهتمش بينا خالص. الزعيم لاحظ بضيق وقال إن دي أول مرة يحصل له حاجة زي كده. يوكي بوش محتار نزلت حواجبها وقالت إنه بالرغم من إن أمبير معروف بشغله الجد بس ده كتير قوي. وهو بيبصله بطلنا له لزم شفايفه ولاحظ وقال إن كل الناس المشهورة في العصور القديمة دي غريبة قوي. الزعيم ويوكي اتنفضوا بصدمة واتجمدوا بعيون واسعة لما صوت راجل أمرهم بصوت عالي يسكتوا. وهو بيميل على الترابيزة، أمبير من غير ما يلف راسه في اتجاههم قال إنه مش مهتم لو كانوا أشباح أو مصاصين دماء، أهم حاجة إن هم ما يلمسوهوش دلوقتي. وضاف وقال إنه هيكلمهم لما يخلص شغل. بطلنا له بص لموظفته بتعبير محتار وهي بتلوح بإيديها وبتبتسم بتوتر وبترد بالفرنساوي وقالت إنها ما منعتش ومستعدة تستنى. في اللحظة دي أمبير بوش غاضب لف في اتجاهها وصرخ بصوت عالي وقال إنها جهلة. وهو بيلزم شفايفه، السيد لو أغمض عينيه وفكر إن الموضوع أكيد مش هيكون سهل مع الشخصية الصعبة دي وما كانش يعرف المقابلة دي هتوصل لإيه. وهو بيبص للزعيم اللي مكشر ومكتف دراعاته على صدره، يوكي همست وقالت إنهم ممكن. الشاب المتضايق ما خلاهاش تخلص كلامها وفرقع صوابعه بصوت عالي مستخدم تسريع الزمن. وهو بيرفع إيديه، أمبير اتمطع بابتسامة على وشه ولاحظ بالفرنساوي وقال إنه عمل كل حاجة بشكل مثالي ورجع لورا في كرسيه واتنهد بصوت عالي ولاحظ وقال إنه تعبان جدا. أمبير طلع ساعة جيبه وهو بيقول إن غالبا ده وقت الفطار، ولما شاف الوقت الحالي اتصدم وعينيه وسعت. أمبير صرخ بصوت عالي بيسأل وقال ليه الساعة لسه 1 الصبح، وبوشه عرقان قال إنه حاسس كأن الليل كله عدى وهو أكيد ما كانش يقدر يخلص الشغل بالسرعة دي. أمبير بص للخيالات الضلمة بتاع ضيوفه بالليل. بطلنا لو ويوكي فضلوا ساكتين لما أمبير وهو بيلف في اتجاههم سأل وقال هم مين. الخوف بدأ يتقري في عيون أمبير لما السيد لو ابتسم بافتراس وقال إن كل حاجة كانت صح لأنه لو حسبتها بالوقت العادي فالليل كله فعلا عدى. بابتسامة حلوة يوكي قررت تتدخل في المحادثة وبدأت تقول اللي مديرها كان عايز يقوله له. بطلنا لو انتعش شوية لما أمبير قال إنه فاهم كل حاجة، بس بعد لحظة وش أمبير ضلم من الخوف وقال إنهم أشباح في واحدة من عزب مدينة الليل اللي كانت منورة بنور القمر البدر الساطع. كان ممكن تسمع شتيمة بالفرنسالي وإن الشبح ده جاله لما أمبير نط من مكانه ووقع كرسيه. يوكي مدت إيديها قدامها بوش قلقان واتمتمت وهي بتشرح وقالت إنهم مش عايزين يأذوه. أمبير مد إيده بتترعش لبرطمان الحبر وهو بيصرخ فيهم ما يقربوش منه، وهو بيصرخ رفع إيده ورمى إزازة ناحية ضيوف الليل. الزعيم ضرب عينيه وبعدها العلبة وقفت في الهواء وهو بيبص لها بعيون مذهولة. أمبير سأل وقال إزاي تقدر تتجمد كده. بعد ما وقع على الأرض ساند على إيديه وبصوت خايف سأل الشاب بطلنا لو وقال لو هو كرونوس نفسه، وبعدين سأله ليه محتاجه. وهو بيبص لتحت الأمبير السيد لو عدل كرافتته بابتسامة راضية على وشه، بس مجرد تاجر زمن بيسافر عبر القرون. أمبير كان محتار لما الزعيم بصله من تحت حواجبه وهو ماسك برطمان حبر متجمد في إيده وقال إنه عشانه سافر عبر الزمان والمكان. أمبير سأل بتردد وقال ليه عشانه. بص ليوكي في بدلة شغل اللي قربت منه وكلمته، عينيه وسعت لما يوكي ابتسمت وقالت إن دي دعوة من المستقبل. بوش خايف أمبير كرر كلامها وسأل وقال ده معناه إيه. السيد لو ويوكي ابتسموا في نفس الوقت ويوكي بدأت تقول إن مديرها عايز يقول إن علم الناس معجب بيه جدا ولو قدر يعيش فترة كفاية هيقدر يعمل إسهامات أكبر بكتير في العلم. وهو بيقوم من على الأرض أمبير شاور بصباعه على نفسه وسأل وقال لو كانوا بجد بيتكلموا عنه، وأغمض عينيه وطبطب على راسه وقال إنه مجرد مدرس رياضيات عادي وحتى مش هيدخلوه الأكاديمية الملكية. وهو بينزل عينيه أمبير لمس دقنه بإيديه وقال إنه بالإضافة لده في متطلبات معينة للمكانة والأصل، ففي الموضوع ده الطموح لوحده مش كفاية. بطلنا لو ويوكي بصوا له بوشوش محتارة وهما بيلزموا شفايفهم. السيد لو لاحظ وقال إنه تجاهل شرط العمر الطويل، ويوكي ضافت وقالت إنه كان عنده شوية بارانويا. أمبير لف وهو مكتف دراعاته بعد ما سمع بطلنا لو بيقول إنه محتاج يثق في نفسه أكتر، واتسأل وقال لو كان بجد هيفضل واقف مكانه طول حياته. السيد لو ابتسم لما أمبير اندفع لقدام وسأل باستغراب وقال لو كان فهم صح إنهم ساكتين عن إنه هيبقى عالم رياضيات عظيم وهي واقفة ورا الزعيم. يوكي اتدخلت في المحادثة وقالت إن مديرها يقصد أكتر إن مكانه مش هنا بالظبط. أمبير اتجمد وبقه مفتوح شوية وسأل وقال هي تقصد إيه. بطلنا لو ابتسم ورفع إيده لنفسه وسأل بالفرنساوي وقال يبص عليها. الزعيم فرقع صوابعه ونقطة عرق نزلت على الوش الخايف لأمبير اللي عينيه مدورة وكرة خضرة صغيرة طارت له وفيها شاف مدينة كبرى حديثة من منظور طائر. الزعيم ويوكي كشروا له بابتسامات راضية بينما وش أمبير كان باين عليه الصدمة والحيرة. بص للأبراج الضخمة والطيارة اللي طايرة فوق المدينة وبعدين شاف ناس حديثين بيبصوا في شاشات تليفوناتهم. أمبير بص للصور اللي بتتغير وبقه مفتوح واسع وعينيه مفتوحة واسع وقال إنه ببساطة مش قادر يصدق ده. يوكي كتفت إيديها ورا ظهرها وقالت بابتسامة صغيرة إن اللحظات دي بتعكس أوقات رئيسية في المستقبل اللي هيضطر فيها يعرض أفكاره للعالم كله. أمبير ما قدرش يشيل نظرته المصدومة من الصور ولاحظ وقال إنه المستقبل ببساطة لا يمكن تخيله. يوكي أغمضت عينيها ووطت راسها وقالت
وقالت إنه مش هيكون الشخص الوحيد المعزوم لمعبد الزمن، وطلبت منه يتخيل. أمبير وطى راسه وهو بيسمع للكلمات إنه هيقدر يشتغل مع شخصيات تاريخية عظيمة عملت إسهامات ضخمة في العلم. وضافت يوكي وقالت إن ده لوحده المفروض يكون كفاية عشان يبهره. وهو بيرفع عاجب واحد، أمبير سأل باهتمام وقال لو كان بجد يقدر يشتغل حتى مع آباء الرياضيات. وهو بيبص بتركيز لوش المذهول، الزعيم ربع دراعاته على صدره، وفي نفس الوقت يوكي ردت عليه بالإيجاب. وضافت وقالت إنه لو هو نفسه عايز كده. يوكي ابتسمت وقالت إن كل حاجة ممكن تتحقق، وبنظرة دلمت وابتسامة خبيثة على وشها بصت لأمبير اللي لسه ما قدرش يرجع لوعيه بعد اللي حصل، وسألته وقالت لو موافق ينضم ليهم. وهو بينزل عينيه الفاضية، أمبير اتجمد ولاحظ وقال إنهم بيهزروا بقالهم كتير. وبعدين سأل أسئلة عن المستقبل وإمكانية رؤية ناس تانية. لف فجأة لضيوفه بالليل وصرخ بصوت عالي بغضب إنه عمره ما يقدر يرفض حاجة زي كده. وهو بيهز راسه بالرضا، السيد لو مد إيده ولاحظ بالفرنساوي وقال إن ده ببساطة رائع. يوكي قالت بابتسامة إن دلوقتي مديرها هيزود سنة لعمره وهيتواصلوا معاه في المستقبل. ولما سمع عن سنين الحياة دي كلها، أمبير اتصدم. يوكي ضافت وقالت إنه دلوقتي يقدر يستمتع بالعمر الطويل. وبطلنا لو قال إنه يقدر يعتبره ميزة لموظفينه. الزعيم ابتسم ولوح بإيده وخلى كورة بتنور تظهر فوق كف إيده، وبعدين مد إيده لقدام. أمبير اتنفض لما النور غمره، وبعدها معلومات ظهرت فوقه إن أندريه ماري أمبير فاضل له سنة عشان يعيش. وهو بيلمع نضارته، السيد لو كشر حواجبه ووجه نظرته ليه، ويوكي قالت له ياخد وقته. بوش غير مبالي الزعيم بص بابتسامة راضية لما الأرقام في الوقت الباقي لأمبير اتغيرت بسرعة كبيرة جدا، ونور أبيض ساطع غمر أمبير بالكامل ورفع رجليه من على الأرض. وبعد كام لحظة بطلنا لو مال لقدام بوش مصدوم، وشاف إن كل مؤشرات الوقت الباقي لأمبير فضلت زي ما هي، باستثناء إن سنتين بس من التعليم هم اللي انضافوا. وهو بيلف وشه المصدوم فجأة في اتجاههم، اتسأل وقال ليه سنتين بس، واتسأل لو كان أمبير نايم على الأرض ساند على إيديه وماسك راسه بالتانية وملاحظ إنه راسه دايخه جدا. السيد لو فكر كأن في حاجة وقفته، وحدقت عينه ضاقت وبقه اتفتح من المفاجأة، واتسأل لو كان ده الشخص الغلط. الزعيم بص بنظرة مصدومة لأمبير اللي مش مفهوم واللي كان بيفرك راسه، واتساءل وقال لو كان في حاجة وقفته وهو بيحاول يرجع الزمن، وفكر إنه عمره ما واجه حاجة زي كده قبل كده. وهو بينزل عينيه، السيد لو لمس دقنه بإيديه وحاول يفهم إيه هي المشكلة، واتساءل وقال لو حتى هو ما يقدرش يقاوم القوة دي. بطلنا لو بص بفراغ وزم أسنانه لما المساحة بدأت تتشوه، وأمبير الخايف لف وراه وشاف يوكي راكعة قدام أمبير اللي كان فيه برق بيلف حوالين جسمه وبيصرخ بصوت عالي، وسأل بقلق وقال إيه اللي بيحصل؟ بخوف في عينيه الزعيم اندفع لقدام وصرخ في موظفته يوكي وقال لها ما تلمسوش. يوكي بعدت عن أمبير بوش كئيب، والسيد لو غطاها بإيديه وقال إن الزمن ليه تأثير غريب على جسم أمبير وممكن يحصل رد فعل عكسي. يوكي سألته وقالت ده معناه إيه؟ بطلنا لو اتفرج بعيون واسعة لما جسم أمبير اتشنج والبرق الساطع شرز حواليه. السيد لو اقترح وقال إن التيار الكهربائي ده أكيد بيعمل حاجز لزمنه، ولاحظ وقال إن باين إن الزعيم مستوى طاقته واطي جدا إنه يقاوم التيار ده. بطلنا لو فكر وقال يعني إيه مستوى واطي؟ وهو بينزل حواجبه كشر وبدأ يفكر إن زي ما الجبال ليها ارتفاعات مختلفة، الناس كمان كده. ولو اتكلمنا عن نجاحات أمبير في تاريخ البشرية، فهو اللي وقف عند أصول الديناميكا الكهربائية، وهو بيتوقع إزاي الرسومات اتغيرت لدوائر دقيقة. الزعيم فكر إن كل الأجيال اللي بعد كده استرشدت بأبحاث أمبير اللي أثرت على كل الإنجازات اللي بعد كده في المستقبل. وهو بيزم شفايفه، السيد لو بنظرة متضايقة تخيل خيال أمبير الضلمة في دماغه، وفكر إنه بالرغم من إن أمبير ما كانش الوحيد اللي اشتغل في الاتجاه ده، بس لو اتكلمنا عن مستواه فهو أكيد يقدر يتسمى شخصية عظيمة. بينما أمبير اللي قاعد على الأرض كان بيبص لإيديه. يوكي لفت وشها الهادي لمديرها الزعيم وصرخت بصوت عالي بتسأل وتقول المفروض يعملوا إيه؟ بطلنا لو لاحظ إن أمبير باين إنه مش موجوع دلوقتي وهو بيغطي عينيه. السيد لو اتنهد وبعدين حط إيده لقدام مستخدم نقل الزمن تاني. الزمن زي السهم طار ناحية أمبير، ولما قربت منه كأنه قبة خفية اتعملت حواليه واللي منها الزمن نط في الاتجاه التاني. وهو ماسك إيده في الهوا بطلنا لو بصله بوش فاضي وبيفكر إنه باين إن أمبير محمي كويس جدا، وفكر إنه لو عايز يحصل على شخصية عظيمة كده. وهو بيبص لأمبير الخايف اللي سأله وقال هم عايزين يعملوا فيه إيه؟ السيد لو فكر إنه هيضطر يدفع تمن أغلى بكتير من اللي كان متوقعه. أطراف شفايف الزعيم اترفعت وقال إنه بما إن كل حاجة طلعت بالشكل ده. يوكي لفت لمديرها بطلنا لو بوش حزين وكئيب وسألت بهدوء وقالت لو ممكن يكونوا دلوقتي بيواجهوا شبح. الزعيم رد وقال إن يوكي دلوقتي بنظرتها دي بتفكروا بشبح أكتر بكتير،
وهو بيبص لأمبير المحتار، السيد لو ربع إيديه وقال بفخر إن يوكي مش محتاجة تقلق لأن مثلها الأعلى أمبير مش هيموت. الزعيم لاحظ وقال إن باين إن الطرف التاني ما كانش راضي عن السعر اللي هو اقترحه، وهي بترفع حاجب واحد يوكي بصت للزعيم وسألته مين اللي على الناحية التانية. الصدمة ظهرت على وش يوكي وعينيها وسعت لما السيد لو رد بابتسامة ناعمة وقال إن ده بالظبط قانون الزمن. أمبير اللي على الأرض بصلهم بوش محتار وهو بيفكر إنه مش فاهم خالص هم بيتكلموا بأي لغة، وإنه حاسس إحساس وحش من كل ده. وهو مكشر حواجبه، بطلنا لو لمع نضارته وابتسم وقال إن كل حاجة واضحة لأن السيد أمبير مختلف عن الشخصيات التانية، وباين إن الزمن بيدي أهمية كبيرة ليه. وهي بتبص للسيد لو، يوكي سألته وقالت لو ده معناه إن قانون الزمن عايز يوقفهم. وهو بيرفع ركن من شفايفه، تاجر الزمن بطلنا لو رد بهدوء وقال إن ده مش صح بالظبط. بوش راضي ومكتف دراعاته، الزعيم لف لموظفته وقال إن الموضوع بقى باين أكتر، كأن قانون الزمن عايز يعمل مزاد. وهي بتزم شفايفها، يوكي بصت له بعيون واسعة وبوش محتار. بطلنا لو ونضارته بتلمع بص لساعة الجيب اللي في كف إيده، وقال إن الوقت جه عشان يعرف إيه اللي بيحصل. وبص لمينا الساعة اللي في إيده وقال إنه بيتساءل إيه الكروت الرابحة اللي الزمن مخبيها في كمه. نور أصفر ساطع لمع من خلال عدسات نضارته، ولما داس على الزرار عقرب ساعة الجيب بدأ يتحرك بسرعة كبيرة. وبعد لحظة يوكي بصت حواليها لقت نفسها لوحدها في الأوضة، واتسألت مديرها الزعيم وأمبير راحوا فين، وصرخت بصوت عالي بتودعهم عشان سابوها هنا لوحدها، لأنها حتى مش هتعرف تلاقي شغل في المساحة المؤقتة المليانة بمينا الساعات. نور ساطع انفجر وسط النور الأبيض، وبطلنا له ظهر وهو مغمض عينيه، وفتح عينيه المضيقة وبص للمساحة اللي قدامه. نور ساطع كان بينور حوالين بطلنا له، وكل حاجة كانت مليانة نجوم. وهو بيرفع عينيه شاف أمبير اللي كان في كورة خضرة كبيرة. بصوت خايف أمبير سأل بالفرنساوي وقال إيه اللي بيحصل دلوقتي، وطلب مساعدة. وهو بيبصله بعيون هادية، السيد لو رد وقال إن ده إجراء مؤقت، ولف باستغراب لما سمع صوت وراه، لأن من مينا صفرة كبيرة على الأرض طلعت كور خضرة صغيرة كتير، وخيال نور ضخم بقرون على راسه وحلقات حوالين معصمه بدأ يظهر من الساعة. وهو بيلمع نضارته بطلنا له لف في الاتجاه ده، ولاحظ وقال إن ده كان كويس جدا إنه بيعمل محثة. وقف قدام كائن ضخم، على جسمه الطويل كان مرسوم الكون، وفوق كتافه كان فيه منتين ذهب. بطلنا له قال إنه مستعد ينضم له، ورفع راسه لفوق وهو بيبص للكائن، ودعا سيد الزمن للكلام. وهو بيبص لعينيه اللي بتلمع، الكائن ابتسم وبين أسنانه، وقال إنه محتاج الشخص ده. وبعد كده بص للوش المرعوب لأمبير اللي في الكورة، وأسياد الزمن وطوا راسهم وبصوله بنظرة هادية وثابتة. بطلنا له طلب منه يحدد سعره، والكائن حرك إيده للجنب، وكورة بتنور ظهرت فوقها. العقرب على واحدة من المينات بدأ ينور، والنور الساطع بدأ يتوسع، وشعره كان بيطير في الهواء. السيد لو بص للوميض اللي بيقرب وهو مكشر، وشاف أمبير وهو بيدي خطبة في المستقبل، وإزاي بيتواصل مع علماء تانيين، ونايم برضا في كومة ورق. أمبير لزق نفسه في الحيطة بتاعت الكورة بوش مذهول، بيسأل وقال لو ده كان هو، وسأل وقال إيه نوع السحر ده. بطلنا له رد وهو مكتف دراعاته وقال إن ده مش سحر خالص. أمبير اتجمد وعينيه مفتوحة واسع، لما السيد لو ضاف بابتسامة وقال إن ده مجرد الزمن. ولما سيد الزمن لوح بدراعاته الكبيرة وراه، عقارب كتير على المينات كانت بتلف بسرعة عالية. الكائن رمى نظرة حادة ناحية السيد لو، واللي خلاه يرتبك، وجسمه بطل يطيعه وبدأ يترفع لفوق. سيد الزمن بص لإزاي جسم بطلنا له حصل له وميض ساطع ظهر من صدره، وبدأ يزق السيد لو على جنب. الزعيم زم شفايفه لخط رفيع وأغمض عين واحدة، بيحاول يفهم إيه الضغط القوي ده. بقه اتفتح وعينيه وسعت لما أدرك إن ده الزمن، وفجأة إزاز نضارته بدأ يشقق. بطلنا له بدأ يبتسم وبيتساءل لو كانت القوة الجبارة دي هي السعر اللي عرضه سيد الزمن. وهو بيرفع نظره ليه فكر إنه باين إن الحاكم بيدي أهمية كبيرة جدا للإنجاز المستقبلي للراجل ده. ولو كده حواجبه كشرت وابتسامة راضية ظهرت على وشه لما فكر إنه ببساطة لازم يبين حزم نواياه. ساعة جيب دهب ظهرت في كف السيد لو، وفكر إنه في التفاوض مينا ضخمة ظهرت وراه وهو مد إيده لقدام مكمل فكرته إنه محترف في المفاوضات. وعقرب ساعته بدأ يلف بسرعة كبيرة، وبرق دهب ضخم عالج المينا.
طيارات طاقة سيد الزمن والسيد لو اتخبطوا في بعض وعملوا وميض ذهب، وهو بيزم شفايفه السيد لو بص للكائن بتكشيرة. الأرقام بتاعت الباقي من حياته بدأت تتغير بسرعة، وبطلنا لو فضل واقف ودراعه مفرود وبيتفرج على اللي بيحصل بعيون مجنونة وابتسامة غبية، وفكر إنه باين إنه مش هيقدر ياخد الشخص ده بالسهولة دي، وفكر إنه هيعرف إيه حجم شهية السيد. لما الاتنين كملوا يخيطوا نور، الزعيم بعيون وحشية جز على أسنانه جامد وبيقول في سره للكائن ياخد من وقته زي ما هو عايز. بوش ماكر رفع ركن شفايفه لما النور قرب منه، ولما النور غطاه بالكامل كشر حواجبه. يوكي كانت لوحدها قاعدة على الترابيزة وبتضرب برجلها في الهوا، وانتهست بصوت عالي ولحظت وقالت إن دقيقة ومدية عدت بالفعل، واتسألت وقالت هتقعد هنا لحد إمتى؟ وحصل صوت ومديرها الزعيم وأمبير ظهروا في الأوضة. يوكي بوش فرح لفت ناحية بطلنا لو بابتسامة على شفايفها، ولحظت بصوت عالي قالت إنهم أخيرا رجعوا. وهو بيبص لتحت، الزعيم مد إيده لنضارته المكسورة وقال إنه مر بتجربة مذهلة. وبالنسبة لأمبير فبص للراجل الفاقد الوعي على الأرض ولاحظ وقال إن سنة من حياته كلفته مئات الآلاف من العمولات. ولما يوكي سمعت ده وشها ضلم وفكها السفلي نزل لتحت، وصرخت بغضب وقالت إن دي خسائر ضخمة، وسألت وقالت لو كان ده سعر غالي قوي. وهو بيقلع نضارته، السيد لو نزل عينيه وماشي من جنب المساعدة القلقانة بابتسامة ناعمة، وقال إن كل حاجة تمام وإن ده كان مجرد استثمار. وبعدين لاحظ وقال إن الوقت جه عشان يمشوا. يوكي سألت وقالت لو كانوا هيمشوا بالسهولة دي، وهي بتبص للسيد أمبير على الأرض، وسألت وقالت إزاي يمشوا من غير ما يودعوه، وعشان إيه لو أمبير افتكر إنه حلم. السيد لو كشر حواجبه ورفع راسه لفوق لما ساعته البيولوجية ظهرت فوقه، والسيد له ضاف وقال إن السعر كان فعلا ضخم، بالرغم من إن الأرقام كانت بتخوف، بس غير كده ما كانش هيقدر يحصل على بئر الزمن اللي ملوش قرار. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حكاية النهاردة والجزء الجامد ده من قصة بطلنا لو والنادي الأبدي. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالأحداث والتطورات اللي بتحصل، وعشان نعرف بطلنا لو هيرجع مين من غياهب التاريخ، ويا ترى كام تكلفة تغيير التاريخ على البطل والتاريخ بتاعه، واللي هيخمن مين العالم اللي جاي في الكومنتات هيطلع تعليقه معانا في الفيديو اللي جاي. وما تنسوش تكتبوا كلمة السر علشان تعليقكم يطلع معانا، وسلام.